السلام عليكم مشاهدي الأفاضل متابعي الشروق الإخبارية، أهلا بكم أينما كنتم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج كاتروا شو للحديث عن كرة القدم الجزائرية خاصة وما تعيش هذه الأيام، خاصة في فترة الانتقالات الصيفية أو ما يعرف بالميركاتو. انتقالات في القسم الأول، أندية لها شركات جلبت الكثير من لاعبين، أندية أخرى لا زالت تبحث كيف تبرمج تربصا تحضيريا، ولا نتحدث عن ما يحدث بعيدا عن قسم الأضواء أو الرابطة المحترفة، فهناك لاعبون تؤكل وتهضم حقوقهم، هناك مناجر أيضا همشوا لسبب أو لآخر. الضحية من هو المستفيد في كل هذا الفساد الذي تعيشه المنظومة الكروية؟ سنحاول أن نسلط الضوء على كل هذا في هذا العدد، بالإضافة إلى أزمة نادي اتحاد العاصمة وما يعيشه هذا النادي العريق. نتمنى أن تكون سحابة عابرة وفقط. إذن للحديث عن كل هذا أسعد باستضافة ضيوف أكارم، يمنوا ما استطعتم. أبدأ على يميني وكيل أعمال اللاعبين أو الوسيط أو المناجر مثل ما أصبح يعرف، خالد الشطيبي. مساء الخير. مساء الخير أخوي محمد، بارك الله فيك على الدعوة. إن شاء الله نكونوا خفاف وظراف على المشاهد الكريم. منشروا شوية في المناجر اليوم شوية أو سعيد أظن بتواجد محمد الكحل واللاعبين. هاك سبقني رحبت بهم. أيضا يحضر معي من الميدان الإعلامي محمد الكحل. مساء الخير محمد. مساء الخير محمد، مساء الخير لكل ضيوفك الكرام، وإن شاء الله نقدروا اليوم نلموا بهذا الموضوع ونعطوا فكرة للمشاهد البسيط على واش راه يصرى في كرة القدم الجزائرية، خاصة في هذه الفترة الحساسة جدا اللي هي الميركاتو. نعم، مثل ما قلت فترة الميركاتو. للحديث عن الميركاتو مثل ما قلنا يحضر معنا مناجر إعلامي، ويحضر أيضا معنا صناع القرار فوق أرضية الميدان إن صح التعبير. نتحدث عن اللاعبين. يحضر معنا أمين برامكي. مساء الخير. مساء الخير محمد، شكرا على الاستضافة هذه. جو سوي رافي داتر اونتر فو والحمد لله. ودوك نيكسبليكيو شويه للشعب واش كاين واش ما كاش. إذا يحضر معنا اللاعب الآخر بدر الدين الدحلال. مساء الخير بدر. الله يسلمك. بون السلام عليكم، نشكرك اخويا محمد على الاستقبال هذا. الله يحفظك. وصافي بليزير معنا الشيخ الشطيبي ومحمد الكحل ولاعب بارمكي. إذا كما قلنا الحديث سيكون أكثر عن الميركاتو هذه الأيام وما يحدث خلال فترة الانتقالات الصيفية. كواليس كثيرة ربما لا تصل الجمهور الرياضي الجزائري، الجمهور العام لكرة القدم الذي ربما لا يشاهد من الميركاتو فقط اللاعب بالقميص في الجرائد أو في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن خلف كل ذلك الكثير من المشاكل والتجاوزات. قبل ذلك مشاهدينا، إذن يرفع على مسامعنا صوت الحق في هذه الأثناء أذان صلاة العشاء حسب توقيت الجزائر العاصمة وضواحيها. حان الآن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. امين يا رب العالمين. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الاجر والمغفرة والثواب. عودة الى البلاطو. النقاش كان شيقا في الكواليس، كواليس الحصة خالد وليس كواليس الميركاتو. اذا حتى نبدا، خالد الشطيبي، بما انك المناجر معنا اليوم، المناجر في هذه الفترة في الصيف وش هي خدمته؟ من أين تبدأ؟ هل قبل ما يخلص العام أمور قانونية؟ هل المناجر اليوم هو يتكلم مكان اللاعب، هو محامي اللاعب، هو اللي يخمم له في مصلحته؟ العمل تاع المناجر في هذه الفترة في سوق الانتقالات وشنو هو خالد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا باش نبداو في الخدمة تاع المناجر. الخدمة تاع المناجر تبدا سي توت اون اني. نحكي لك باغ اكزومبل، يكون عندك جوار تفاهم معاه، تيني معاه كونترا دو بريزونطاسيون، يعني شي في اطار القانون، حاجه قانونيه، تسويفيه تبعو. يعني في لافاز روتور، في لافاز روتور تبدا دير كيما نقولوا حنا خريطه الطريق، تبدا توجد روحك باش هذا الجوار، هذا اللاعب هذا
سيرتو الا كان فان دو كونترا، او كان في القسم الوطني الثاني، باسكو سي دي زاماتور قاعدين يلعبوا عام وراهم ليبر. قلت لك دير خيط الطريق، تتكلم مع رؤساء الانديه او المدربين يكون عندهم وقت. دوك لا ميثود هذه كل واحد تقترح ولا هما يتصلوا بك؟ انا نقترح باغ اكزومبل، نقترح انا مع المدربين، قالنا عندي لاعب في الفريق الفلاني، تبعوها فاز لو كاين باغ اكزومبل لي ماتش تكون عندهم نظره شامله. انت قد ما تهدر كيما يقول لك هو راه يشوف المدرب يكون على باله، تحكي له عليه كي تلحق الوقت تاع يلحق الميركاتو تروح تبروبوزي كيما ديجا يكون عنده نظره عليه سواء المدرب ولا الرئيس. هذه هي الخدمه محمد، راك فاهمني؟ صدير قلت لك الحاجه لا بليز امبورطون انه المدرب او الرئيس النادي يكون يعرف اللاعب. خاطرش حنا عندنا تزكيه، لكن انت ما تزكيهش. يعني انت كي تهضر على اللاعب تقول له روح شوف برامكي مثلا، هم يشوفوا راه عندهم نظره، راح يشوف هذا اللاعب امكانيات اللاعب، هذا اللاعب اللي راه يلعب هذا، او يشوف فيه اسك عنده لي كاليتي يقدر باش يلعب عنده ولا لا. فهمني؟ هكذا تمشي الامور محمد. ومن الناحيه القانونيه وشنو هي المهام اللي يقوم بها المناجر؟ كيفاش يحمي اللاعب مثلا في العقد، ولو انه العقد في الجزائر يعني نموذجي تقريبا نفس العقد اللي تلقاه في كل في زوج حوايج العقد يعني فاهم. حنا في زوج حوايج، فيه لو مونطون تاع البروت والنات والبروت، وفيه لا ديوري دو كونترا. لا ديوري دو كونترا من 3 سنوات، من 2 وراه، هذا القانون تاع لا فيدراسيون تاعنا من 2 وراه. الحاجه اللي تحب تضيفها دير ان افرون باللغه العربيه ملحق. دير ملحق يعني كاين حوايج ديرهم باغ اكزومبل تتفاهم مع كاين في حال وصول عرض من الخارج كما نقولوا مثلا، دير كما نقولوا حنايا. انا غير كما مضيت في اللاعب في القسم الوطني الاول درت له نوبسيون داشا، درت كيفاش نقولوا حنا باللغه العربيه نوبسيون داشا، شرط جزائي. درت له شرط جزائي، بما اني نعرف امكانيات اللاعب انه يقدر يروح بعيد يعني في الكارير تاعو. في حاله ما اذا يكون عندنا عرض من الخارج، الفريق تاع ديجا ندتها اونورو، في حاله ما يكون عنده عقد في الخارج راح الفريق راح يستفاد، يعني ما راح ندفع له، ما راح ندير له جوار باطل. صدر هذه مليحه للفريق ومليحه للاعب. هذه هي. اذا هذا من الناحيه القانونيه. راح نعود الى اكثر تفاصيل في هذا الجانب. بدر الدين دحلال، انت كلاعب هذا الموسم كان لك صعود مع مولوديه البيض الى الرابطه المحترفه، حسب معلوماتي ما راحش تواصل المشوار مع مولوديه البيض. هل لانه عندك عروض افضل وصلاتك من هنا وهناك؟ هل عندك الان مناجر راك تتعامل معه هو اللي راه يتكفل بهذه الامور، ام انك انت اللي راك في اتصالات مع الانديه؟ بون نبداو هذه تاع البيض، هذه العام هذا الحمد لله كما قال طلعنا، كما قال لك ليكيب هذه ما نسالهاش خيرها، كما قال كلشي بالمكتوب. انا رحت زعما كنت رايح لتونس، لافير هذيك اللي صارت لي كما قال لك ما عنديش كاع كيفاش نبدا. من قبل تونس نولوا الخل بدر الدين دحلال شبيبه القبائل، ثم كانت تجربه في مولوديه الجزائر، ومن بعد الحراش ومولوديه البيض. مولوديه البيض. نحكي لكم هذه تاع تونس. انا زعما شغل كان طاح لي كونتاكت في تونس من هنايا. واش من نادي؟ ستاد تونيزيا، ملعب تونسي. وين لعب كريم بن عروس؟ وين لعب كريم بن عروس، يعطيك الصحة. العام هذا الرابطة الأولى محمد. هما الثاني طلعوا. الإنسان هذا بون ما نجبدوش كما قال لك نخلوه سيكي. بعث لنا انفيتاسيون قال لنا يا ودي كي تلحقوا لتونس. وسيط هذا ولا مناجر ولا؟ هذاك شغل ديرو فوندور كما نقولوا. ما هذا ما يقدرش يكون مناجر الإنسان هذا. بعث لنا انفيتاسيون، قلت له انا انسان، قلت له يا ودي لازم نوقف باش نطلعوا. قال لا كي تطلعوا تما قالنا تسينيو لوفر تاعكم. رحت انا وعاروس اسلام عروس اللي كان في بارادو مولود الجزائر، مدافع دول الاسلام. رحت معاه هكذا منا، لحقنا لتما كنا نستناو بيزيدون منا هكذا منايا. شغل انت اللاعب كي تروح لتونس ولا لازم بيزون شارج، لازم هما يستناوك، هما صح ولا لا؟ صح.
كي يكون نادي هو اللي يطلبك. بيان سور شغل انا 2019 لحق لي لوفر تاعهم باري ماي نسيني نطلع هما يستقبلوني هما يشيو لي البي زعما كي طاح في الطياره هما يحكموك بيزون شارج. كان عندك ماناجر في هذه الفتره بدر الدين؟ في طاري ما كانش عندي ماناجر، كنت مسيني مع ماناجر ايطالونجي ومن بعد ما كتبش نكتب فسخنا العقد باسكو هو في فرنسا انا في الجزائر سما كان يبعث لهم باري ماي هي لازم واحد يوقف معاك. ما عليناش نحكي لك هذه ومن بعد كي لحقنا تما ما لقينا حتى واحد شغل نعيطوا من انت شغل كي تقول ماما انت تطلع معايا انت اللي تهضر معاهم حنا ما نعرفوا حنا اللاعبين. هذا يقدر خالد ياكد هذا. حنا الشيخ كيما قال الشيخ خالد حنا نلحقوا نسينيو ماناجي يكون معاك يبروتيجيك. قال لك لا نلحقكم من هنايا. انا بديت شغل نتوسوس انا ما مطوره حتى كذاك. لحقنا تما كانوا لي ديريجون سموها كذا قالوا لنا ديروا لي تيست. او كيف لي تيست هذه ما شغل انا جاتني بيزار شغل ما امنتش. بعدها عيطت له قلت له خويا قلت له وشنو قال لي لا انت وعروس تجروا تبريباريو زعما فيزيكمون تجوا مع فيفارات. بعد انا كي لحقت تما لقينا شغل صح كانوا لي سينيور تما لي زيسبوار منا كذا شغل لقينا باش نديروا ماتش ومنا لي تيست شغل بيزار. عيطت له من هنايا قلت له نقول لك عفسه قلت له حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بون انا ما نجبدش اسمه بالك نتوما حكايه سمعتوها ما خلوف اسمه. انا قدام شعب الجزائري انسان هذا نقول له ما بالك عباد لاعبين ولا صغار ان شاء الله ما يتلاقاوش بالانسان هذا. نقول حسبي الله ونعم الوكيل وزين نقولوا عفسه باسكو لحق لي. انت وصلت للمسيرين تاع الملعب التونسي؟ لحقت ليه شغل ما فهمت والو. قال لك شغل ماناجر ما يعرفوش كاع. اسمح لي محمد لكن الغريب محمد انني انا شخصيا شفت صوره يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي انت واسلام عروس توقعوا. حنا ماشي وقعنا حنا قال لك ندير فوطو سوفونير. حنا خرجنا من الاوتيل هذاك لقينا الحاله ما نقدر نقولوا انه هذا الوكيل الاعمال تحايل عليكم. يعطيك الصحه تحايل. وانا شنو نقول انا نقول له كلمه قدامكم قدام شعب الجزائر نقول له حسبي الله ونعم الوكيل نقول له عداله بيناتنا. ما تشوفش ما راكش محمي انه ما كانش عندك عقد مع هذا الماناجر؟ ما عندي حتى عقد معه. خالد ربما نقدروا نوجهوا نصيحه للاعبين الشباب باش نعرفوا ربما دور الماناجر في حالات كيما هذه. انا على بالك انا واش يحكي خلاني على بالك هذه تاع تروح نعطيك انا مثال بسيط. هذا الشعله هذا حوس على اللاعبي اللي تي سو كونطرا مع وفاق سطيف راح ريزيليت له نورمال عيطوا له الدواء جابوا له فيزا بعثوا له لوفر سينياه طاكوا الصراحه عطوا له الوقت وقتاش يطلع. كنت معاه في الايروبور طلعوا وراحوا والسلام عليكم. كيفاش هذا انا بك انا صافي مالك كي نسمع هكذا سيتو انا خدمتي هذيك فاهم. انا ما نحبش نسمع هذا الصوالح. كيفاش انت ماناجر ولا شكون مانيش عارف انا كيفاش راهم يخدموا هذا والله ماني عارف. عباك كاين دخلاء بزاف يخرجوا عباك شامبينيون في الصيف. انا نقول لك انا صالي مشكل عندها واحد 3 جور باك انا نحكي انا مادام جات اون ديريكت. انا تكلمت مع مدرب على اللاعب تاعي تكلمت معاه قال لي سي بون نديه قال لي نسقسي عليه لو طون يسقسي عباك الاشكال وين راح يوقع اشاك فوا بوتيتر كان دي ماناجر يجي بروبوزي ان جوار لونترينور البروفيت لوكازيون قال لي مع يتكلم مع يتكلم مع الماناجر هذا يقول له واش رايك في اللاعب فلاني يعني باغ اكزومبل اللي بروبوزيوه له. الاخر يقدر يقول له مليح يقدر يقول له ماشي مليح. هو غير كيما معايا في التليفون يعيط السيد يقول له اسمع واش رايك تروح لي كيف فلاني. هما عيطوا له سقساوه راك فاهم. هذا الاشكال صار لي عنده 3 ايام باش هو ياخذ دور البطوله وكانه هو اللي كان. بارك الله فيك. انا من بعد رحت لعند هذا الفريق هذا ديت له الكونترا دو بريزونطاسيون كما انا السيد هذا عنده عمو معايا كيفاش هذا السيد هذا اللي يهضر يقول لهم بلي اللاعب تاعي يعني شوف فوضى منظمه كي نقول لك باللي ما نقدرش نوصف لك يعني الشيء اللي راه صاري في المنظومه هذه تاع المناجره. وانا نتكلم والناس تعرفني والمناجره اصحابي واحبابي راهم على بالهم واش ينهضر وهما يعرفوا هذا الشيء. فوضى كبيره. الضحيه في كل هذا لاعبين شباب. وانا اسمحني محمد نكمل لك باش نقول لك النقطه تاع هذه. انا ننصح اللاعبين يديروا وكيل اعمال اسمه وكيل اعمال ننصحهم باش يديروا وكيل اعمال
اللي هو يجري له الكارير تاعو. وقتاش يقدر اللاعب يتعاقد مع وكيل اعمال؟ هل حتى يلحق الاكابر ولا يقدر يكون في الفئات الشبانيه؟ يعني باش نفيدوا الناس وتكون كل واحد كيفاش محمد. كاين اللي يكون هذاك، كاين اللي يكون اسبوار، كاين اللي يكون جينيور، كاين دوك اسافوار الماناجر النظره يشوف اللاعب اللي عنده ايماج دو بروغريسيون تاع باللي هذا اللاعب هذا يقدر يجي منه، يقدر يجي مع كونترا سا سكون ابل كيما نقولوا حنايا مشروع تاع لاعب مستقبلي. واضح. امين برامكي نتحدثوا عليك، انت اللي كان عندك تدرج في مختلف الاصناف في مولوديه الجزائر، ثم كانت لك تجربه في شباب الوزداد، ومن بعد ما سمعناش الكثير على برامكي. هي باش نعاودوا نولوا محمد، نعاودوا للشيخ. الشيخ هنايا دون ان كادر بروفيسيونيل. الشيخ نتايا تو ان كا في واحد الميل، راك شايف، باسكو ابارامون شغل دونك انت راك في الدومين، بالك ما تسمعش على لي دومين ومع لي جوار اللي راهم سورتو لي جون، باسكو لي جون هما ليليمون اللي راهو يتنظر كاع في هذه الضحيه، هما الضحيه لي جون. المشكل محمد شغل فان سيزون تاعي، علاش انا نقول لك انا ما كاش تسيني مع ماناجر ولا ما سان اكزيست ريال ماضي ما تكزيستيش كاع. عندي حوالي 15 لاعب مسينيين. لا مانيش نهضر عليك انت بالك تو ترافاي دون ان كادر بروفيسيونيل وانت تسيني بلا لي جوار. كاين بزاف لي جوار ما كاينش كاع سينياتور مع ماناجر، واحد ما عنده ماناجر في الصيف تشفي بون سيزون تكملها، يعاود يجي غير ديبي سيزون هكا يبداو زعما بريباراسيون اي تو، يبدا يصوني لك تليفون، راني نقول لك يعيط لك الو وي شكون ما جو في ماناجر كذا، تقول يا هكا يبريزونتيو انا ماناجر فلاني يقول لك واش كاين، تسمى انت ان جوار تشفي بون سيزون ولا تشفي بون فان سيزون تكملها، يقول لك واش كاين، بصح انت ماناجر انت تبروبوزي لي نون سولمون هذا يا محمد باردون، شغل كاين دوكا لي ماناجر شغل ils vont du rêve les jeunes كيما وصرا لخونا هنايا. يجي المشكل هكا شغل انت هذاك تكون اون كونتاكت معاه واحد 15 جور 20 جور يبريباري لك بيان هكا، يبدا يقول لك باللي كاين دي زيكيب انتريسي ومام دو كونكري سما هادو مادام لحقوا لتونس وكاع سما سي دو كونكري سما السيد هذا شغل خلاص يسوفا في ليكيب هذيك يبدا يسبروجيت يبدا يسبريبار فيزيكمون، السيد ما عندوش بروبليم سي بون 100% في ليكيب. ابخي تلقى السيد ما على بالوش واش كاين ميم با، تعيط له الو سا ريبون با، يجيب لك حكايات واحد اخرين ما عندكش مع البريزيدون شغل اوفيسيال عفسه اوفيسيال، تلقى روحك دير نتايا تبدا دير لي تيست وانت تي باسونسي دير لي تيست، سما كاين بزاف مشاكل محمد يصراو هادو هاد لوكا تاع لي جون اللي راهم يتنظروا بزاف شيخ انا انت تشتغل دون زعما كادر بزاف بروفيسيونيل مع لي جوار تاعك اون كونتاكت كذا البايمون كلش براتيكمون كاع واش كاين في الفوتبول نتايا راك تخلي الجوار تاعك اليز غير الفوتبول، هو يكونسونط غير على الفوتبول، بصح دوكا لي جوار مساكن لي جون دوكا كاريتا دوكا كاع ما على بالهمش وين يسيني، وهذه لا بيريود تاع فان سيزون هكا مساكن كاع تعرفت لهم اللي يجي امنوا ودوك واش راهو يصراو، من بعد نحكوا مع محمد على ماناجر واش راهم يقولوا الناس يشكوا عفاك سي الديزورد شيخ سي الديزورد. سامحني محمد تفضل. محمد كاين واحد الاشكال اللي يطيحوا فيه اللاعبين. نعطيك مثال، دوك لو كان نسالوهم هما هنايا راح يجاوبك، قول له اسك هذا اللي عيط لك اللي يقول لك انا ماناجر فلاني شفته ولا تعرفه؟ والله ما يعرفوا بزاف يعيطوا ما يعرفوا ما شافوا. ممكن واحد قاعد في الدار وراه تليفوني نجيب لك ما نجيب لك، نسيني لك ما نسيني لك. يلفون جيراف شيخ تا انسان ما تعرفوش ميم با شكون هو. كاين واحد الانسان انا نحكي لك جا مع جواره وصاحبه قال له نديك ليكيب فلانيه نديك ما نديك، نهار اللي جا ما يعرفش الجوار، قال له شكون فيهم الجوار شكون هو اللي يلعب، لاقوا الجوار يكون صاحبه. سما هنا قمه الرداء هنا. شوف انا اليوم يا اخي راهي منظمه شويه الامور، تدخل الموقع الفاف تشوف القائمه تاع الماناجر. احنا اوني ماناجر اغري او نيفو دو لا فيفا، عندنا الكاشي تاعنا، عندنا مكاتب تاعنا وين نستقبلوا رؤساء انديه ونستقبلوا اللاعبين ونديروا لي كونترا بروفيسيونيل. انا ما نكذبش عليك انا نهضر لك انا شخصيا، انا ما نقدرش محمد نروح عند المدرب ولا عند البريزيدون نبروبوزي له جوار ما يكونش معايا. نقول لك وعلاه هنا تولي المصداقيه محمد. نعطيك مثال، نقول له انايا باغ اكزومبل نتكلم مع مدرب ولا نقول له عندي محمد بوروبي عليك ستاتيستيك ها واش دار ها وين لعب واش عنده عليك هذا اللاعب هذا سي ان بروفيل اللي يليق للفريق تاعك فاهم. اما ثاني يقول لي روح جيب سينيور، هو راه ديجا اون كونتاكت مع جماعه واحد اخرين، يقول لي روح جيبوه، يقول لي لقى مسيني في تليفون ماشي كاع مسيني في قميص واحد اخر مع فريق واحد اخر. هنا تولي لا كريديبيتي تاع الماناجر راك فاهم. سي بور سا انا نحكي لك على روحي،
انا نخدم في اطار قانون، في اطار احترافي، اني نتكلم على لاعب بوثيقه رسميه ايغاليزي او نيفو اومولوغي او نيفو دو لا فيديراسيون. فهاد محمد انا ما نقدرش نبدا نتكلم على لاعب هو ماهوش معايا، نحكيك على روحي. بالك محمد يشاطرنا الراي. تفضل محمد اذا كان عندك تعقيب في الموضوع. شوف محمد، احنا منذ سنوات وسنوات احنا بالاجماع سواء مسيرين، لاعبين، صحفيين، مناجره، نقولوا انه كره القدم الجزائريه مريضه خاصه على المستوى المحلي. كره القدم الجزائريه مريضه، اليوم نشوفوا الميركاتو هو الوجه الاخر لمرض الكره الجزائريه. تحب ولا تكره لما تسمع لاعبين يحكيوا لك تجارب صرات، وانا شخصيا عندي تجارب اخرى، نعرف تجارب اخرى محمد اللي صرات بنفس الطريقه على المستوى المحلي. جاوا لاعبين وقعوا تصوروا بالقميص، لما راحوا يوم التدريب اول حصه قالوا لهم اليوم راكم تجارب، والجوار موقع محمد لاعب سينيا نفس المناجر هو نفس الحكايه. لاعب لما وصل باش موعد الاستئناف راح يتدرب، قالوا له انت راك هنا لاجراء التجارب وفسخ العقد تاعو. الان محمد من المسؤول على الفوضى اللي راهي صاريه؟ انا شخصيا هل اللاعب يتحمل جزء من شوف المسؤوليه؟ انا شخصيا محمد، انا شخصيا نحمل اللاعب جزء من المسؤوليه، نحمل الرئيس جزء من المسؤوليه، نحمل المناجر جزء من المسؤوليه. لما محمد يولي كل واحد يخدم خدمته ويتحمل مسؤوليته كامله، انا ما نظنش راح نزيدوا نشوفوا الامور هذه في الميركاتو تاع الجزائر. بصح اللاعب وعلاه خويا، اللاعب وعلاش؟ هاك قلت انت كلمه برامكي، قلت كلمه، قلت انا ما نعرف ماناجر ما نعرفوش يعيط لي في الصيف، يا اخي انا ما نتعاملش معاك، ما نتعاملش معاك، انا شخصيا ما نتعاملش معاك، انت انا ما نعرفكش، تبعتني تعرف الاحصائيه تاعي، انا نتحداك برامكي انه اغلبيه المناجره، ونحترم كل المناجره، اغلبيتهم ما يتبعش اللاعب تاعو في العام، ما على بالوش اللاعب تاعو راه يبات، ما على بالوش اللاعب تاعو اسكو راه يخلص ولا ماهوش يخلص. يعني يتفكروا غير في الصيف، يتفكروا في الصيف يجي يتصور معاه بالقميص، يدير 10% تاعو ويروح. سي لوجيك محمد، واش راك تهضر كاع ما يتبع اللاعب، ما عنده احصائيه لاعب، انا نقول اغلبيه باش ما يعني احترام للمناجره. وبعض الاطراف يتدخلوا، يعني يظهروا محمد بين الليل وضحاها يعيط في الصيف كما قال الاخ برامكي، يعيط يقول لك انا مناجر. يا اخي اعطيني البطاقه تاعك، البطاقه المهنيه محمد. احنا كصحفيين تمشي للملعب تعطي مقابله يقول لك كارت بروفيسيونال. انت كلاعب يجي لك مثلا الاخ خالد يقول لك اعطيني البطاقه تاعك، انت صح، انت راك تقول بلي انا مناجر، اعطيني البطاقه تاعك. لما نشوفك بلي انت صح مناجر نتعامل معك ونسال عليك. مثلا انت علاش تخلي روحك تطيح في نفس الغلطه تاع الاخ دحلان؟ انا مثلا المناجر هذا ماشي نتعامل معاه، وهذا واسط ما نتعاملش معاه. دونك الانسان لازم يكون النظام يجي من الرئيس، حتى الرئيس محمد ربي يهديهم خويا، او قال خالد مقبل كلمه ونحترم الرؤساء كامل، قال لك يبدا يتبع في الجوار في الصيف. يا اخي العزيز جيب مدرب، المدرب هو اللي يعرف الاحتياجات تاعو. احنا نشوفوا محمد راه صار العكس، قلت لك راهي فوضى منظمه من كل النواحي. انت يجي الرئيس المدرب يبدا يدير استخدامات شهرين قبل ما يخلص الميركاتو، وعلى بالنا كاين لاعبين اللي وقعوا. ناكد لك باللي كاين لاعبين وقعوا شهرين قبل ما يخلص العام، ماشي غير هذا العام كل عام، ومن بعد يخلي المدرب هو الحلقه الاخيره. ولما محمد ما تمشيش النتائج ما يروحش الرئيس يضحي بالمدرب، فهمتني؟ يكون المدرب هو الضحيه. تسمى محمد حاجه ما تمشي بلاصتها. من بعد احنا واش نحكيو؟ نولوا في نفس البلاطوات نحكيو بعد 3 اسابيع 4 اقاله المدربين، التحكيم. انا نقول محمد ان الكره الجزائريه مريضه من كل النواحي، الميركاتو هو الوجه الاخر لمرض الكره الجزائريه. هي منظومه فاسده فيها فساد مثل ما قلت، لكن نحن نبحث ربما عن تنظيم اكبر، عن ايجاد الحلول. لسنا هنا لاعطاء صوره سلبيه اكثر. بدر الدين دحلال، اليوم هل في هذه الفتره انت كان لك صعود مع مولوديه البيض الى رابطه المحترفه، قلت لي ما راحش تواصل مع النادي. يعني الان راك في فتره دراسه العروض ان صح التعبير، هل انت متعاقد حاليا مع مناجر؟ لا ماني متعاقد مع حتى واحد. العروض انت اللي راك تدرسها؟ شغل كيما تقول هكذا. لكن ما تشوفش باللي اللاعب كما قال لك امين ولا كما قال خالد، اللاعب باش يركز على العمل تاعو في الميدان، باش علاش ما يخليش هذه الامور لوكيل الاعمال؟ ووكيل الاعمال هذا ولا الوسيط يقدر يكون حتى فرد من افراد العائله، يعني باش اللاعب برك ما يتحملش هو هذا الضغط، لانه اللاعب بعد موسم صعب، وخاصه اذا لعب الصعود ولا البقاء ولا كانت عنده مشاكل، من الافضل ماشي هو اللي يتلقى اللي يرد على الهاتف، لانه عنده ربما يفكر في المستقبل. يخلي نشوفوا حتى ليونيل ميسي مثلا او نيمار، الوالد تاعهم هو المناجر، صح. يعني كي يكون فرد من افراد العائله يدير تكوين
بتيت فورماسيون في الجانب القانوني، عادي انه يكون فرد من افراد العائله او تعاقد مع مناجر. هل تشوف باللي ما راكش صار لك درس كما حكيت لنا الان، ما تشوفش باللي فرصه باش تتعاقد مع مناجر وتكون امور منظمه واحترافيه اكثر؟ صح، عندك الحق. ان شاء الله كما قال نلقاو واحد يكون ماناجر بروفيسيونيل ومنا صافي بليزير نتعاملوا معاه كما الشيخ خالد شغل بروفيسيونيل كيما يحكي لنا قال لك لي جوار كيما يخلصوش يعاونهم ومنا كيما صافي بليزير لعبات كيما. واش تنصح انت اللاعبين الشباب ربما باش ما يكونوش اخطاء ولا ما يكونوش ضحيه الوكلاء اعمال او حتى ربما وسطاء ان صح التعبير، لانه اليوم راهي تختلف، يقول لك وكيل، وسيط، ماناجر، مقرب من اللاعب، اليوم تعددت الاسماء. محمد والله في نقطه مهمه. تفضل. نقطه مهمه جدا انا نقوله ونحمل يعني بعض الوسطاء كما لو يكون هذا المصطلح وممكن يوافقوني الشابين هذو، لانني شخصيا كنت نغطي مولود الجزائر. برامكي كانت عليه كلام كثير لما كان في عمره مثلا 17 18 سنه. نفس الشيء باب مودريتش خلينا نقول بدر الدين كان فرضوا عليه الضغط ربما اكثر من سنه. بدر الدين تحلم نفس الكلام معه. دار موسم استثنائي جدا في شباب القبائل، سجل 25 هدف في فريق الرديف، هكذا مانيش غلط. 25 هدف قبل محمد ما خلص العام يعني بشهرين او ثلاثه بقى عليهم كلام كثير، راح يقعد في شباب القبائل، في عرض حتى من ليتوانيا، ممكن حتى عندك تروح ليتوانيا تحترف في ليتوانيا، فيه كلام كثير. هذا اللاعب موح هذا يا اخي راه شاب صغير، دير عليه الضغط غير مسبوق. ماناجر يتعيطوا، واحد يقول نجيب لك 20 مليون، واحد 25 مليون، واحد. لهذا انا قلت هذه المفروض اللاعب ما يتكلمش في هذا الضغط. هذا الضغط يحطم الموهبه. لانه اللاعب محمد لما يكون في السن هذا يولي يحسب دراهم اكثر من انه يحسب المستقبل الكروي تاعو كيفاش راح يكون. صح. لهذا انا ننصح اللاعبين الشبان خاصه اللي في 16 17 سنه، اني نشوف انا الان موح لاعبين 16 17 سنه راه عليهم ضغط كبير من المناجر يحبوا يتعاقدوا معاهم، من سواء من مدربين يقولون نديك الفريق هذا والفريق هذا. هاي النتيجه والراهي. هاو برامكي اللي كان لاعب كبير من قبل موح سي قدور، عده لاعبين، قدور نور الدين لاعب اللي كان في مول الجزائر اساسي في الاكابر، وبسبب ضغط المناجر والضغط تاع المحيط تاعو وكل شيء لقى روحه ما لقاش وين يوقع محمد. ها هم زوج نماذج، لاعب امكانيات كبيره كان في مولوديه البيض حق الصعود، او اليوم مازال ما وقعش محمد قبل اسبوعين من بدايه البطوله. برامكي نفس الشيء. انا نقول يخلوا اللجان هذوما يخدموا مساكن محمد، يركزوا على العمل تاعهم، ولما يلحق وين المستوى تاعو يعني يقدر يدير ماناجير ويقدر يلعب في المستوى العالي، يوقع في المستوى العالي. اللي كل واحد اللي يستاهل. اليوم راهي الامور مقلوبه محمد، وانا بالي نتحمل مسؤوليه الكلام اللي نقول فيه. هناك لاعبين ما عندهمش مستوى راهم يوقعوا لانه عندهم علاقات وعندهم ماناجير ملاح وعندهم رؤساء اللي عندهم علاقات. هل حب يقول انه مثلا خالد الشطيبي وقع لاعبين ما عندهمش مستوى؟ اذا عنده الفيتو، اذا عنده فيتو مع الرؤساء اكيد يوقع. اذا عنده الفيتو، عنده فيتو مثلا علاقه مليحه. قال كاين لاعبين متوسطين يعني ما عندهمش مستوى كبير. لا قال لك كاين لاعبين متوسطين، لكن كي يكون عنده ماناجر مليح هذاك اللاعب يوقع. وتلقى لاعب يعني افضل منه ولكن ما عندوش ماناجر ما يوقعش. هل تاكد هذا الامر خالد؟ شوف عاودي سؤال والله غير صراحه. قال لك كاين لاعبين يعني ما عندهمش مستوى كبير، لاعبين متوسطين ولا جوست موان، تلقاهم يوقعوا في الفرق يعني بسهوله، يسيني العام هذا هنا، العام اللي كيسيني فريق واحد اخر، وكاين لاعبين اللي افضل منهم لكن ما يوقعوش لانه ما عندهمش ماناجر. هل الماناجر اليوم هو اللي يقدر اللي ما عندهمش ماناجر ولا عندهم ماناجر ما قدرش ما عندهمش ماناجر ما عندهمش. هذه راني معك هذه راني معك. شوف نعطيك مثال صغير يعني احنا كي نتكلموا على ماناجر. ماناجر هو نعطيك اكزومبل. انا توجي نتكلم على روحي. انا عندي لاعبين عندي 7 سنين ومعايا 7 سنوات ثقه. ماناجر واش معناتها ماناجر؟ ماناجر انه يحكمك من النهار اللي تكون يعني نشوفوا باللي عندك لي كاليتي نتعاقدوا معك انه نسيروا لك ولا نسيروا المشوار تاعك اللي هو اونتر كيمي اونتر بارونتيز اللي هو يقدر يكون 10 سنين يقدر يكون 8 سنين اسافوار اللاعب كيفاش راح تكون عنده لا بروغريسيون. فهمني؟ تقدر اللاعب تسير له كارير تاعو مده 12 سنه. علاش احنا نقولوا نقولوا باللي لا نقولوا المشوار تاع اللاعب نقولوا باللي قصير مشوار. فهمت علاش نقولوا؟ كاين اللي عنده كاين اللي 5 سنين ما يزيدش هذاك ما يعرفش علاش يقعد 5 سنين، كاين اللي يقعد 12 سنه، كاين اللي يقعد 5 سنين. محمد مول 5 سنين علاه يقعد 5 سنين ويروح ويهبط لتحت ويلعب ويكمل؟ علاه؟ هذاك الجوار هذاك اولا انا مانيش نقول لك باللي لازم يدير ماناجر، لانه كريستيانو رونالدو او ميسي ما يحتاجوش ماناجر،
مي داير ماناجر. على الاقل الوالد داير ماناجر داير. انا ماذا بيا نفس السؤال محمد للاعبين، ماذا بيا نفس السؤال. لا احنا نروح لهم ربما اكثر الجانب دور الانديه في كل هذا، لانه اليوم مثلا لو نشوفوا نادي بارادو تحس وكانه يحمي لاعبيه. نتحدث مثلا مباشره مع امين برامكي، انت لعبت، نبداو ربما في القسم الاول كان لك مولوديه الجزائر وشباب بالوزداد. هل في الفئات السنيه بصراحه كاين وين كانوا يجوا ينصحوكم هاي كيفاش توقع لازم لك ماناجر؟ هل كانت حمايه قانونيه لكم في هذا الفريقين؟ بون تحب نعاودوا لك ان بوان اريار برك محمد. تفضل. على اسمح لي برك باش دوك نعاود نريبوندي لك على لا كيسيون هذيا. على خويا كي قلت له نتايا اسكو علاش ما ديرش باباك وانت تكونسونطري غير على فوتبول، ولا ان مومبر دو لا فامي دير لك هو زعما يقول له تاع الشوما هذايا ديغيغ لو ستاد. شايف هذا هو محمد. دوك حنايا الشعب كاع يعرف، وحنايا هذا الشيخ يعرف والشيخ وانت جورناليست تعرف. دوك انت دير زعما نقولوا باباك ولا خوك، سي ان سيركل فيسيو الفوتبول. هذا يعرف هذا خوك، انت يا بالك انت اخوك ما على باليش انا اخوك يلا في دي زيتود سوبيريور في كاش عفسه ما يعرفش الفوتبول، ما يقدرش يكونتاكتي بريزيدون ما يقدرش يكونتاكتيه. سما ولا الكلام يا واش تولي محمد البروبليم واش يولي الشغل اشكاليه كبيره هذه ماشي بروبليم صغير محمد. تولي انت اش اللي يجي يعيط لك تامنوا مومون دوني وشنو قال هذا قالوا وي باسكو علاش هاو الشيخ منا ماناجر وهاو الشيخ منا جورناليست، راك تعرف خير منها كاع. محمد واش كاين مومون دوني تلقى لي عباد والله العظيم يا محمد شغل سامي ديجا ريفي عباد شغل ماشي كاع في الميو تاع فوتبول وما يعرفوا فوتبول ني انت تلعب ميليو تيرا اوفونسيف ني اكسونتري ني والو، بصح وشنو عندهم ان بوا مع البريزيدون فلاني اكزاكتومون. سما واش تولي ا مومون دوني سما انا جوار مانيش مسيني مع ماناجر. سي الكاد دو تو لي جوار براتيكمون كاع واحد ما عنده ماناجر مسيني مع ان كونترا تاع 2 زون ولا كاينين بزاف كاينين. نو ما بصح نقول بصح انت شي عندي صحابي اللي ماناجر مسيني مع دي جوار. ما انا عندي لي جوار مسيني معاه. انا لحقت صحابي كانوا مسينين مع دي ماناجر مسينين بكونترا 2 زون مع هذا فلاني، تلقاه مسيني مع بنادم واحد اخر ايور كاع كيعيط له يجيب له. هذه سي على نقطة مهمة، والنقطة هذه الضحية هما المناجر خالد. يعني انتم اللي راكم ضحية، انت تكون موقع مع لاعب، هذاك اللاعب يتصل به مناجر آخر يعرض له يجيب له عرض من نادي كبير، هذاك اللاعب ينسى المناجر تاعو. هنا قانونيا كيفاش المناجر يحمي نفسه؟ لانه تطرق لنقطه مهمه. قانونيا الكونترا اللي يديرها هذاك وتكون امولوغي او نيفو دو لا فيديراسيون ما يقدرش يتحايل عليه. يقدر شكون يتحايل عليه؟ لاعب يتحايل على المناجر. ما يقدرش، على بالك تولي من بعد تروح لا كوميسيون ديريكتيف تقدر تشكي به. لا سي لوجيك تقدر تشكي به تخليه يخلص لك كامل الكونترا. تشكي به علاش نديروا كونترا ونروحوا نومولوغيوها ونديروا كاع الامورات هذو. هذه تحمي اللاعب وتحمي المناجر. بيان سور يعني المناجر اللي ضحيه التعاملات هو ما عندوش عقل. نقول لك المتعامل باش نعطيك كبير انا اون ديريكت باش الناس تفهم. دوك نعطيك اكزومبل، دوك يعيط له هذا، يعيط له ان اترونجي يقول له فوالا جا نور هذا يقول له باللي عندي ماناجر اللي مسيني معاه، يقول له اتفاهم مع الماناجر تاعك تاع الجزائر ولا اللي راه يلعب في تونس، هذيك تولي اونتر بين لي دو ماناجر ولا تولي هذيك بيناتهم يتفاهموا يتفاهموا سي فري. وهنا لازم نشوفوا اولا لازم نشوفوا المصلحه تاع اللاعب. حنا يجي ان اوفر برا ما تقدرش تمنعه، ما تقدرش توقف له في الطريق، فاهم؟ صدر باش تروح تلعب برا سي لو ريف دو جوار الجيريان، تسمى كاع اي جوار بصح يقدر يلغي العقد خالد. يقدر انا نعرف لاعبين اتصلوا بهم مناجره من الخارج ومناجره تونسيين خاصه اشقاء في تونس، يعني عندهم خليه كبيره تنشط في هذا المجال، يتصل باللاعب يقول له الشرط لازم يكونش عندك ماناجر، راني ناخذك للكويت، ناخذك للبحرين، للسعوديه، ناخذك للدوري الاماراتي القسم الثاني القسم الاول، لكن بشرط تتوقف مباشره التعامل مع المناجر تاعك في الجزائر. هل تعرضت انت مثلا لهذا انا ما تعرضتش. انا نشوف باللي اللاعب يقدر يجي يتفاهم مع المناجر تاعو، يتفاهم معاه بطريقه وديه، قال لي الشيخ ما تدخلش في الطريق، قال ما نشوف. انا نقول لك ما تقدرش زعما توقف اللاعب باش يروح للاحتراف. لكن محمد بصراحه بخصوص قضيه العقود ممكن انه اللاعب يكون ضحيه. نعطيك مثال واحد، احد اللاعبين هدافين بطوله القسم الوطني الثاني هذا العام، على بالي واش نقول لك، احد الهدافين اللي كان كثر عليه الكلام كثير جدا في نهايه البطوله، وقع اللي في حرج الاشكال هذا، تبع المناجر اللي عنده عقد معاه. المناجر هذا ما قدرش يجيب له فريق محمد، ما قدرش يجيب له فريق، ما قدرش يجيب له فريق يتبع فيه كل يوم، اليوم غدوه اصبر غدوه. هذا هو المشكل. اتصل بمناجر اخر جاب له فريق يعني فريق راح يلعب منافسه افريقيه، على بالي واش نقول لك.
لما جاب له الفريق هذا اللاعب كان راح يوقع، يبقى ظهر المناجر اللي مع عقد قال له والله متوقع بلا بيا. يعني هنا وقف وعقد ضد له. مصلحه اللاعب. لا وقف ضد مصلحه اللاعب، قال له ما توقعش بلا بيا. اللاعب هذا اللاعب الرئيس النادي قال له انت اخيرا تخلط مع لي مناجر، انا ما نجيبش لاعب في وضعيه كما هذه، انا ما نوقعلكش. يبان اللاعب دوك مازال ما وقعش، واين الفائده؟ شكون المستفيد من كل هذا؟ هذا هو المشكل ثاني محمد. مشكل زعما انت راك مسيني مع ماناجر كونترا بروفيسيونال، اوكي تو تي اغريي الحمد لله سي بون. دوك شيخ انت تلحق ان مومون تا سو بريسيون فان دو كونترا، الكلوب نقولوا سوا ديزون خلاص سي بون. انت الماناجر تاعك لك مسيني معاه كونترا بروفيسيونال وكاع شغل ا مومون دوني هذا ميركاتو، ناس تسيني، ناس تبريباري، الناس توجد روحها، وانت كيفاش راك سون كلوب، وانت كيفاش ا مومون دوني تشد الوي التليفون تاعو سا ريبون با، ولا يطول لك باش تريبوندي، ومن بعد شنو انت المشكل؟ انت جوار نقولوا درت اون بون سيزون، يعيطوا لك اللعيبه هذيك كي سون انتريسي، زعما انا كلوب فلاني محمد يقدر يعيط لك ميم بريزيدون، هذه شغل تصرا بريزيدون انا اوني انتريسي بيك كذا، والماناجر تاعك يلي ايور شغل مات ا مومون دوني واش الخدمه تاع ماناجر فيو كو انا الماناجر اللي راني مسيني معاه اوفيسيالمون انا نسيني معاه اوكي، تلحق نتايا المومون وين لازم تسيني ما كاش، هو الماناجر تاعك ما كاش، ويعيطوا لك لي ماناجر محمد، يعطوا لك لي ماناجر من بريزيدون تلف لك، والماناجر اوفيسيال تاعك اللي يدير خدمته تولي اكزاكتومون، تسمى انت تولي دير الرول تاع الماناجر تاع روحك، الو تولي تشوف لي زوفر، تولي تشوف لي زوفر، تولي تشوف انت اللي تساعدك لي ميم كوتي فينونسي شكون اللي خير، تولي تقول انا هذا الكلوب هذا عندهم ان بروجي، بالك لونترينور تاعهم تعرفوا، بالك سما يخرجوا عفايس واحد اخرين، ماشي انت تي با سونسي تعرف محمد، هذو ماشي خدمتك انت، خدمه ماناجر، وتولي انت الماناجر تاع روحك وتولي مشكل شيخ، تولي هكا هاي. انا نجاوبك، انا شوف انا نقول لك باللي هذا ما عندوش ماناجر، ما عندوش. انا نقول له مكلف بيا، انا نقول له باللي خير ماناجر المليح اللي تعرفوا عندك الوقت باش تحوس، الماناجر اللي يقدر يساعدك في المشوار تاعك، اللي يقدر يسير لك مشوار مليح، ما عرفتش انت تروح تحكم نابورت كوا تروح تسيني معاه. فو بيرميتي نبوزيك لا كيسيون شيخ، انت راك ماناجر اون فاس ليا تساعدني خير، وشنو هما الكريتير تاع ان بون ماناجر؟ الكريتير تاع ان بون ماناجر، باسكو على بالك مواصفات هذاك على بالي كيفاش هي الكريتير؟ انت شوف اولا لازم تكون تشوف ماناجر، هذه واحده الاولى، يكون عنده سمعه، يكون عنده سمعه طيبه، هذه واحده. ثانيا تشوف الماناجر هذا واش من لي جوار اللي عنده، وين عنده اللي جوار، انت يهضر معك ماناجر ما تعرفوش، انت يهضر معك ماناجر ما تعرفوش، انا تهضر معايا تقول لي خالد وين عندك لي جوار، نقول لك عندي في اليوسما، عندي في السطيف، عندي في المولوديه، عندي في السياسي، عندي في غليزان، عندي في الامسيو، راك فاهم؟ فهمتك. ثالث حاجه هذا تشوف الماناجر اسك هذا عمسنا، يعني ماشي عمسنا، يعني هذا اسك خدم، اسك عنده علاقات مليحه مع لي بريزيدون دو كلوب، مع لي زونترينور، تقصي لي جوار عليه ربما تقصي، باسكو في الدومين تاعنا على بالك باللي كاين لي ماناجر وكاين سراقين، ماشي كيف كاين ناس محترفه، كاين ناس جد. وهذا حاب يقول لك كيفاش اللاعب يحمي نفسه من هذا الجانب، كيفاش يحمي نفسه، كيفاش اللاعب هو يسقسيه انت تروح تخيل خالد سؤال تفضل. هل يعني لما مثلا انت ماناجر الله يبارك والسمعه وعندك اسم وعندك لاعبين، مثلا نتعاقد مع 50 لاعب، هل يعني تقدر توفر كل هذا اللاعبين انديه وتتبعهم بالكامل والله محمد شوف انا اون ديريكت، والله نقدر نمضي مع 50 لاعب، بصح والله ما ندير 50 لاعب، انا ندير 12 13 ما نزيدش. هاو الاشكال ما نقدرش نسيرهم انا، كيفاش لما مثلا خالد يتعاقد ب 15 لاعب، كيفاش نسيرهم؟ خالد يتعاقد ب 15 لاعب، ماناجر فلان 15 لاعب، الاخر 15 لاعب، والاخرين شكون الماناجر تاعهم معاهم؟ هذا هو ما المشكل. نقدرش نسيرهم. ثاني محمد انا نسير شكون نقدر محمد؟ شحال كان من ماناجر عندك الرقم تاع لا فيدراسيون كان 126 126 ماناجر في الجزائر ينشط ينشط، بصح شوف اللي يخدم هذا 126 كما قال لك، هذه يكفيوا مثلا كل اللاعبين بين القسم الاول والثاني والثالث. احنا كاين لاعبين يحب يدير ماناجر، كاين احنا شوف دوك نعطيك محمد في اوروبا ما نقولوش في اوروبا، حاجه اوروبا يقول لك راك محمد لو جوار راح نوليو لحظه فقط، خليني في هذه النقطه، لانه كاين ماشي غير الماناجر، كاين صحفيين ماناجيرا وكاين مدربين وكاين حتى حكام ماناجيرا. الله اكبر. لجنه الانصار ايضا. مشاهدينا يبقى معنا فاصل اشهاري قصير ونعود.
اهلا من جديد مشاهدينا متابعي الشروق نيوز في هذا البلاطو من برنامج كاتر شو. نذكر يحضر معنا الضيوف الاكارم للحديث عن الميركاتو المناجير خالد شطيبي، الاعلامي محمد لكحل، واللاعبين امين برامكي وكذا بدر الدين الدحلال. اذا اين كنا؟ عند امين ولا عندك خالد؟ عندي. كنا عند خالد شطيبي. تحدثنا، قلت لك اليوم المناجر ايضا يحتاج إلى حماية، يحتاج إلى أمور منظمة، إلى أمور أكثر شفافية، لأنه اليوم أنا رانا في المجال في الإعلام، اللاعبين يقدروا يأكدوا لك، الإعلامي أيضا كما أنا يقدر يأكد لك، راه مزح منكم الكثير في المهنة هذه. كاين مناجرة معتمدين من عند الفيفا، تدخل موقع الفاف تلقاهم بالاسم، عنده بطاقة، عنده الختم الرسمي، ولكن اليوم كاين مدربين، كاين مثل ما قال بدر الدين دحلال، كاين اللي تلقاه في خلية لجنة الأنصار، تلقى شخص في لجنة الأنصار رئيس أو عضو في لجنة الأنصار عنده كلمة، وهو يقرر شكون اللاعب اللي يبقى واللاعب اللي يروح، وغالبا اللاعب اللي يبقى في الفريق راح يمد شهر لهذاك رئيس لجنة الأنصار أو هذاك المسير أو المدرب اللي جابه، أو حتى أحيانا سمعنا في المحيط الكروي يقدروا ياكدوها لك، كاين حكام مناجيرة، كاين صحفيين مناجيرة، راهي تلفت لهم هل يميلوا يبقاو في الصحافه او يروحوا كوكلاء لاعبين. هذا الامر كله كيفاش راهو يعيشوا المناجر خالد؟ انا والله شوف بكل صراحه محمد، انت واش راك تحكي؟ يعني راه عندك المعلومه باش ذكرت هذا. انا يخصوني الادله. عندك المعلومه كما احنا عندنا المعلومه. شوف محمد، انا نتكلم معك بكل صراحه. شوف محمد، الخدمه هذه الله يعاون كل فلاح في ارضه. حبيت تخدم مناجر، اخدم بطريقه قانونيه، عندنا ريجيست، عندنا تروح تحط ان دوسي او نيفو دو لا فيدراسيون، تخدم بطريقه احترافيه وقانونيه، يعني لو عندك تخدم كسوا تكون جورناليست ولا تكون ايا كان، اخدم بطريقه قانونيه. ولكن انك تخرج انت كي شامبينيون، تخرج لنا في الصيف وتبدا فلان وفلان وجيب ودي وروح واعطيني ونعطيه لك، هذه على بالك رانا ولينا شغل بيك بون، قد هذا وسيم الناس ولا ما الشوك هذا. انا كما قال محمد، هذه فوضى منظمه. انا شوف، انا نتمنى شوف محمد، انا نتمنى اني رحت لتونس ورحت خرجت وشفت، انا شفت الناس كيفاش تخدم، دي مراجع كيفاش يخدموا، يعني الناس ما جيرانا ماهوش بعاد علينا. اسمع بك انا نحكي لك في فرنسا وفي الانجليز كيفاش وكلاء علاش في اوروبا يقول لك جاء وكلاء اللاعبين تفاهموا مع رئيس وكلاء اللاعبين بزاف على واحد، ما يتم حاجه واحده اخرى، دراهم كبار بزاف. فهمتني محمد؟ هل لازم الوكيل يكون لاعب سابق مثلا باش يعرف كرة القدم؟ هل توافق انت هذا الطرح ولا كاين ناس يقول لك لازم يكون يعرف ويشوف اللاعب كاين شوف محمد، لاعب سابق انا ما عنديش اشكال، عنده باسكو كان في الدومان يعرف. لاعب سابق يقدر يكون مانجر، يقدر يكون مدرب، سمع عنده ذيك لافيزا، هو لعب في المستوى العالي ولعب، يعرف ويدرب بزاف عن لاعب واحد 15 سنه ولا 16 سنه يعرف كره القدم، يعرف يقول لك هذا مليح ولا ماشي مليح، يعرف. وممكن يكون، علاش ما يكونش، يقدر يكون لاعب ما وراء الاشكال محمد. اخدم بطريقه احترافيه، دير الريجيست تاعك، دير ما كانش لاعب سابق على الاقل تكون عنده ربما نظره. نشوفوا مثلا نتحدثوا على خورخي مينداز، وكيل اعمال كريستيانو رونالدو، عديد من النجوم، حتى مورينيو وعده لاعبين، يقولوا انه هو كان صاحب القرار انه رونالدو يمشي لمانشستر وماشي لفريق اخر، لانه كانت عنده نظره انه راح ينجح في هذا النادي اكثر من فريق اخر. هل لازم يعني الماناجر يكون يعرف بالون كما نقولوها بالعاميه يفهمها الجمهور، او انه لازم يكون يعرف الامور القانونيه وفقط؟ شوف محمد، دوك نعطيك انا واحد لاستيس، نعطيك عفسه. انا اللي حاب نولي ماناجر. معليش ما كاش مشكل. راك مع اخوك ما كاش مشكل. نعطيك واحد المعلومه، راح نديروا مكتب، وعندنا نديروا مكتب كبير فيه اللي ماناجر بزاف، عندنا ممثلين في تونس وفي قطر وفي امورات في بلايص كبيره. واش حبيت نقول لك محمد، هنا يعني لو كونتاكت تاع ان جوا، كونتاكت في الاخر، يقدر صاحبه لاعب عادي كان يلعب معاه، يقدر يجيب له، يتسبب له، يقدر يجيب له كونتاكت ويسيني عادي جدا محمد، فهمت؟
يا محمد احنا رانا نحكيو، راح نكمل لك النقطه هذه خويا باش ما تروحش الفكره. احنا رانا نحكيو ما بعد لا سيناتير، ما بعد الامضاء تم راح تكون الخدمه تاع المناجر. هذه تاع تلف التريكو وتدي دراهم، هذه اي واحد راه يديرها. هذا تاع الشامبيون هذيك الجمهور يشوف هذيك خالد على بالو يحسب هذه المهنه سهله، يعني يقول لك انا نجي عندي 10 لاعبين ولا 12 كما قلت انت خالد، الله يبارك ماشي باش نعينوك. يقول لك انا عندي 10 ولا 12 لاعب، نجي نمضي للاعب، نعيط للسرار، نعيط للحجر جم، نعيط انا نمضي ل 10 لاعبين تاوعي، نروح نرفد 10% هكذا ولا صالير راهم يدوا راتب. هي اشكالها هنا محمد، اشكالها هنا بين راتب و10%. معليش يقول لك 10% حقه تاع الفيفا، لكن الاشكال انه اسكن لاعب راه يدي 10 شهور تاعو. المناجر يدي 10%، لكن اللاعب الاغلبيه تاعنا هم لاعبين ياكدوا لكم يدوا معليش احنا قانونيا 6 شهور 7 شهور. يعني اللاعبين المعدل راهم 100 مليون. انا نقول لك حاجه واحده اخرى باش كاين لاعبين، انا صرات لي كاين لاعبين يقول لك شوف يرفد 3 موا 4 موا يجي يقول لك خالد هاك الشهر تاعك باش ما تبقاش كل شهر تعطيني ونعطي لك سما هنا ها والله الموا تاعك سما خلاص سما راك خالص. انا ما تجي تقول يعطيني ما فاهم. كاين اللي يحب يتهنى من هذا المشكل، وهنا تولي قضيه مفاهمه. دوك انت واش غتفهم مع جوا؟ انت جوا يجي عندي المكتب يقعد باش نسيني لو كونطرا، نقول له هاك شنو نخدموا هاك شنو نخدموا هاك شنو نخدموا، هاي الخدمه راك باغي اللهم بارك، ماكش باغي ما كاش مشكل. الاشكال محمد يعني بخصوص تنظيم مهنه المناجره والدخلاء هذوما كنا قادرين محمد يعني نسلكوا طريق اخرى ما نطيحوش في هذه الاشكاليات. مثلا كما الان في السعوديه العربيه السعوديه، في العربيه السعوديه محمد هناك مكاتب لتحويل اللاعبين. هذه المكاتب محمد تلقى خليه كبيره فيها لاعبين اللي يتبعوا اللاعبين في كل الانديه سواء في الجزائر في مصر في تونس، فيه مناجر متعاقدين مع كشافين او متعاقدين معاهم في حتى في مالي. مثلا انا نعرف اللاعب موسى كوليبالي اللاعب السابق لمول الجزائر يعمل الان كشاف في وكاله لتحويل اللاعبين في مصر. منذ يعني ان ظهر اللاعب اليو دينك قال لك علاش حنا نجيبوه من المولوديه بالسعر هذاك، حنا علاش ما نجيبوش من الفريق تاعو جوليبا. فهمتني محمد؟ حطوا كوليبالي راهو كشاف تاع وكاله تحويل اللاعبين في مصر. فيه ممكن حتى يكون اعلامي، يعني احنا اليوم يقولوا الاعلامي راه يخدم اونوار، الاعلامي يكون هو يعني مكلف بخليه الاعلام، يدخل في الخليه يخدم يعني على المكشوف صفه رسميه بكل حاجه. يعني احنا الاشكال هنا محمد لازم اعاده تنظيم هذا الميدان. يبدا التنظيم منين يبدا كما قلت محمد، يبدا من المناجر كما قال خالد لو يكون مكتب ويخدم مع خالد. احنا عندنا هنا شويه محمد انه المناجر شويه يكبر كرشه، يحب يدي يعني كلش ليه. هذه ليك خالد. لا مش خالد، لا مش خالد. لو يعني يكون يعني مكتب منظم محمد الامور ما تمشي بهذا الشكل، وكل واحد يدي حقه واللاعب يكون مرتاح. اللاعب ما يتعاملش مع شخص، يتعامل مع خليه. مثلا الاخ دحلال لو يتعامل مع خليه صار له اشكال مع المناجر، اللي يعيط لواحد اخر، يعيط للاعب اللي معاه اللي داه، يعيط للمكلف بالاعلام، يعني يلقى مع من يتصل. لكن لما يتعامل مع شخص واحد غلق عليه شخص تليفون لقى روحه حاصل في تونس معنا. واضح الفكره. امين تحدثنا من قبيل على دور الانديه في توعيه اللاعبين من هذا الجانب. انا شفت سبق وان مر علي ريبورتاج في احد القنوات التونسيه وين شفت لاعبي الترجي على ما اعتقد في الفئات السنيه في لي كاتيجوري جون، عندهم واحد لا فورماسيون تاع اولا تكوين كيفاش يتكلموا مع وسائل الاعلام، تدريب اللاعبين في الفئات الشبانيه، يعني كيفاش يعرف. لهذا تشوف كاين فرق واضح بين لاعب التونسي ولاعب الجزائري لما خلينا نقولوها بصراحه لما يحكي امام وسائل الاعلام خاصه امام التلفزيون وين تكون الامور مباشره. وكان فيه حتى تكوين من حيث طريقه تعامل اللاعب لما يلحق 14 15 16 سنه، كيفاش يتعامل مع الماناجيره، كيفاش يتعامل، كيفاش يحمي نفسه من حيث العقد. انت كنت في مولوديه الجزائر امين، كنت في شباب بلوزداد وحتى في المنتخب الوطني في الفئات الشبانيه، هل كانت عندكم ما نقولوش تكوين على الاقل نصائح من هذا الجانب؟ بون محمد واش نقول لك، بون احنا لي كاتيجوري، انا لي كاتيجوري كاع درتهم في مولوديه كاع شغل. نقول لك لي باز شو نخلو الفوتبول اكوتي، لي باز زعما تاع ماناجر كونترا تو سكي فا افيك سما الكونترا هادو كاع فاش اون با ايتي فورمي. حنايا نجو تشوف انت تكون يشوفوا بلي عندك البوتونسيال يسينيو لك كونترا، راك خلاص سي بون، راك بروتيجي من الكلوب هذاك، خلاص تي اوفيسيالمون معاه وتكمل عندك عقد ديالو. بصح دوكا سكي دوا سفير دوكا محمد
لازم دوك يفورميو لي جان كيما قلت انت، لازم اعاده هيكله كومبلي. دوكا لازم يفورميو لي جان باش عباك وشنو، باش يولي سيركل هكا باين. انت جوار عندك بوتونسيال، هاوليك وين تروح، هاوليك وين تروح، هاوليك وين تروح، هاوليك وين تروح، باش ماشي باسكو لي جوار الجيريان سون ديزيكيليبري. لي جوار الجيريان لي جون سورتو، باسكو علاش انت شاك كنت تقول لنا انت عندك بالك 8 جوار 9 جوار تاعك سي بون، راك ستابل معاهم، راك في السويفي ديالهم سي بون، ما عندهم حتى مشكل. بصح المشكل حنا المطروح لي جون الجيريان هذوما واش لازم لهم ديجا ils sont pas formés باش كيفاش يعرفوا واش يديروا، الكونترا تاعهم ما يعرفوش واش لازم يديروا في كي يلحقوا سيرتان ناس زعما يطلعوا سينيور، واش لازم يديروا، اسكو لازم لهم ماناجر كيش ينكادريوهم. هذوما كاع مشاكل محمد. لازم لا فورماسيون، شغل فورماسيون تاع الجوار، فورماسيون تاع لونترينور، فورماسيون تاع بريزيدون، فورماسيون تاع ماناجر، وهكا باش الفوتبول يقدر يبروغريسي وتكون شغل ميم تقول الفوتبول، ميم الفوتبول الجيريان بو بروغريسي. راك تحكي على الاحتراف، على احتراف حقيقي. يعني خلينا نقولوها بصراحه، انت كنت في فتره ما، خاصه لما نتحدثوا في مولوديه الجزائر، هاو محمد كان مكلف بتغطيه اخبار نادي مولودية الجزائر، كان يعتبر احد المواهب المستقبليه. صحيح. خلينا نقولها في الكره الجزائريه، وكانوا فرضوا عليه ضغط، لقب بمودريتش، كانت بدات الاتصالات، الجمهور كان يضغط باش يلعب في الفئه الاكابر، وكان كل امور ما نقولوش حرق المراحل، ولكن خلاته يعيش ضغط اكبر من سنه. تشوف باللي لو كنت محمي بماناجر متمكن من هذيك الفتره، ربما مسارك، احنا مسلمين قبل كل شيء نؤمن بالمكتوب، لكن تشوف بلي مسارك ربما كان قادر يعرف مجرى اخر. امين بيان سور محمد سارد، باسكو علاش دوك نقول لك انا اكسبيريونس بيرسونيل تاعي، ماشي واحد حكاها لي منها ولا انا الاكسبيريونس تاعي. كون كان عندي ماناجر بالك صاوتي ديفيرون، باسكو علاش انا لحق سيرتاناج كنت جان هكا في مولوديه، ان مومون شغل يلحق البريزيدون تاع الكلوب يقول لي بون برام كاين انت البوتونسيال تاعك نعرفه، يجي لونطرينمون، لونطرينور يفاليدي يقول لك تقدر تلعب. مومون بريزيدون انايا شغل صرات لي يقول لي ما نقدرش نخلي واحد تاع 170 مليون 180 مليون في البون وانت ندخلك، سما سي كومبليكي. انت انا كاجال، انا ليموسيون تاعي صغير هكا، امبيسيون حايب نطلع نقلب الدنيا، يجي بريزيدون يقول لك ما نقدرش نلعبك وما نقدرش نخلي نلعبك. ومام لي زونطرينور شغل مام لي زيترون سيتي دي زيترونجي كاع فالدو هكا، يجي يقول لي بغام كيش بي با تفير جوي سا بارل ترو ايسي كذا. مام هو يقدر كان تشفالا كان يقول لي روح ايور يا pour pouvoir jouer كاع يقول لك روح اير، باسكو انا جيتي دائما اون انديبوندون شيخ، جامي كان عندي. كي رحت امين ندم صار يعني تندم باسكو سي دو باسي خلاص، ما خلاص هذاك المومون هذاك جاز. بصح اني نقول لك المهمه تاع ماناجر انا كانت تلعب دور، كون كان عندي ماناجر ولا صايتي ايتي ديفيرون. انا نجاوب محمد. تفضل. اللاعب في هذاك الوقت في السن تاعو عباك كان يحتاج نصيحه سي لو بلون بسيكولوجيك، فاهم؟ يعني من ناحيه بسيكولوجيكيه هذا كان نورمالمون يكون عنده ماناجر هو اللي كيفاش نقول لك محمد، يتكلم معاه طول طون من الجانب النفسي، يتكلم معاه يتكلم معاه. نعطيك اكزومبل، يقول له ما تسمعش هذا البريزيدون الغربي يقول لك اللاعب سافاريا داروا يدير 7 مليون، مي انت عندك لي كاليتي تلعب خير منه. احنا نصبروا الرئيس دوره انه يحمي اللاعب ايضا. اسمعني، انا اوتو كماناجر نقول له نصبروا، ترى عندك امكانيات باش تلعب، ماشي غير في المولوديه الجزائر او اتحاد العاصمه او اي فريق، ترى عندك امكانيات باش تروحوا لبرا، فاهم؟ باش تروح تحترف. هنا تتكلم مع اللاعب تخليه يسمى سيليبسون بسيكولوجيك، يحس باللي كاين سوتيان، يحس باللي كاين حمايه من عند واحد اللي تجيريه جوسكا لا فان سيزون. اللي كتب ربي باش تقعد ما تقعدش يعاود يديك الفريق واحد اخر وين تفجر الامكانيه تاعك. فهمتني؟ يعني لو دور تاع الماناجر ماهوش الدور تاع الماناجر ماهوش في كونتاكت يا ناس. هذه اللي مع الناس ما حبش تفهمها، ماشي كونتاكت، ماشي نجيب لك نسيني لك في التريك وروح. كاين امورات كثيره مور لا سيناتور، كاين حوايج بزاف. انا تدخلت نحكي لك انا تدخلت حتى في امورات شخصيه تاع اللاعب، وين حميته هذا سي مرور، هذا سي مرور، هذه خدمتي الشخصيه محمد. فهمتني محمد؟ هذه خدمتي، ولازم باش انا نحلل دراهمي لازمني نخدم مور لا سيناتور محمد. فهمتني خويا محمد؟ لاعبين الشبان يعني في السنوات الاخيره مش ضحيه تاع يعني سوء تسيير المشوار تاعهم، هم ضحايا كذلك قرارات ارتجاليه في كره القدم الجزائريه محمد. اتصور هذا الموسم محمد، هذا الموسم مكتب فيدرالي جديد، قرار مفاجئ
مواليد 2001 يعتبروا لاعبين اكابر، تقدر توقع الخمس لاعبين فقط في الفئات الشبانيه. بعد ما يعني كان بعض اللاعبين كانوا ديجا بداوا يتدربوا مع الفرق تاعهم، جاء قرار اخلط حسابات رؤساء الانديه المدربين المديرين الرياضيين، يعني قال لك تاخذ 5 لاعبين فقط اللي توقع لهم باجازه الرديف، كل اللاعبين الاخرين يعتبرون لاعبين في الاكابر. تصور محمد يعني عندنا تقريبا 32 فريق بين القسم الاول والقسم الثاني، كل فريق يشد 5 لاعبين، 20 الاخرين محمد وين يروحوا؟ عندهمش عندنا حوالي كاتيجوري 500 لاعب يعتبرون لاعبين اكابر. 500 لاعب بقات 15 كانوا يوم قادرين على الاقل تفعيل القرار بدايه من الموسم المقبل. بارك الله أقل فيك، شيء. على الاقل من الموسم القادم. هذا العام انا نعرف لاعبين محمد راهم ضحايا، يعني انا حكيت مع والد لاعب اتصل بيا قال لي وليدي راه في حاله نفسيه يرثى لها، اللاعب يقدر يلعب فقط في اكابر فرق القسم الاول او الثاني، البقيه كلهم محمد رايحين يلعبوا في القسم الثالث. اللاعب يكون ينشط في فريق كبير مع احتراماتنا لانديه القسم الثالث، يشوف روحه في المولوديه في سطيف في الصاوره في شبه القبائل، بين ليله وضحاها يلقى روحه في القسم الثالث. واللاعب يكون شاب محمد من الناحيه النفسيه يتاثر كثير، يعني حتى القرارات هذه لازم تكون محمد في وقتها ومدروسه من كافه النواحي وتراعي مصلحه اللاعب اولا محمد. نولي لك ايضا بدر الدين دحلال، اليوم نشوفوا كما قال لك اللاعب الشاب كيفاش يفكر. انت اليوم راك رانا في فتره ميركاتو، بصراحه لما توصلك عروض اول شيء تخمم فيه، يعني الاولويه البريوريتي لما تكون، هل الجانب المالي، هل الجانب الرياضي، هل تشاور العائله، هل هنا رانا نتحدثوا مع لاعب اللي بدون ماناجر كما قلت. بون انا الحاجه الاولى اللي نخمم فيها شغل على الخدمات تاعي، توجو نقول ان شاء الله ننجح، باسكو الجوار واش يخمم كيما قال لك الدراهم يجوا من بعد، يخمم كيفاش ينجح، لكن حقك تخمم الجانب المادي، يخمم كيفاش ينجح. الاموال هي عصب الحياه، يجيو 3 عروض ما تقدرش ما تشوفش الجانب المادي. باغ اكزومبل انا دوكا انا زعما نقول انا مزوج، زعما صح نخمم شويه تاع المال ومن بصح نشوف شغل ندير اوبجيكتيف، لازم ما نغلطش في الشوا هذاك، شغل وين نلعب لا ستابيليتي. باغ اكزومبل زعما انا كي مزوج يعطوا لي الدار زعما نروح نلعب في الشرق ولا في الغرب، فهمتني كيف؟ مثلا كي لعبت في البيض، هل الجانب تاع البعد كنت فكرت فيه؟ دونك هذاك الجانب تاع البعد هذيك خيبتني شويه، بصح نورمال كنت بيا تما تما في الطروما تاعي بيا. نحكي لك برك هذا خويا محمد، هذه تاع لي ماناجر باغ اكزومبل انايا كان في عمري 19 سنه، طاحت عليا لابريسيون، كنت في جياسكا طاحت عليا لابريسيون من هناك، شو خويا اللي كان يبروتيجيني، لحقت انايا وين نيغوسي مع لي بريزيدون، شغل انا نخمم على خدمتي ولا نخمم 19 سنه تفاوض هذا امر مع رئيس عمر غريب اللي نحيوه، مع رئيس عمر غريب اللي نحيوه، لحقت انا وين نيغوسي معاه، ما كان لا ماناجر لا والو، تسمى باش تشوف لاعب 19 سنه يتفاوض مع الرئيس خالد، تسمى شغل سي با نورمال ماشي ما كاش واحد ما باليش انا شغل طحت مع عباد ماشي فالاب. بدر الدين بصراحه شو نقولها لما كنت بهدف في شبه القبائل الاتصالات وقتاش كان عندهم اللي بدات معك بصراحه؟ اتصالات كي بقى الداني ماتش تاع مع البرج، لا ما كانوا عندك اتصالات من قبل فرق اخرى، خلينا من الجزائر كانوا انديه ما عرفوش عليك، يعني ما يشوفوش عليك شويه يا ودي ما شاش التليفون نحيتو كاع كانوا يعطوا لخويا ديجا كيسين في مولوديه زادوا يعيطوا لي طحت في السعوديه، هذا كيسين في مولوديه تسمى باش تشوف شغل. انا ديجا كي لحقت اللاجي هذاك اسبوار ما نعرفش اللي ماناجر شغل، فهمت كيف؟ عمرك تلاقيت ماناجر؟ جامي 11 سنه في جياسكا جامي شغل تلاقيت مع مان. كي لحقت بيريود هذيك وين درت سيزون شابه اسبوار، واحد يعيط منا شغل تبرتيربيت كاع. شكون اللي كان يعيط؟ شكون كان يعيط؟ دي ماناجر. انت راك تقول ماناجر؟ دي ماناجر. انت راك هما تقول عرفوا روحهم ماناجر. زعما كان واحد يعيط لك يقول لك انا اسمع روح راني نجيب كونتاكت ملاحه، انا اسمع راني نجيب لك سي ار بي، انا راح لي اسمع راح مولودي. اسمع لي هذا الناس اللي كانوا يعيطوا لك اسك تعرفهم؟ والله ما نعرف. ديجا النيميرو تاعي كيفاش شغل تحير كيفاش يجيبوا النيميرو تاعك منا هكذا. فهمت محمد الاشكال وين لو جوار يدير لو مو بشوا كيفاش يقولوا اختيار سيء. هذا تكون كره يطلع هكذا فليشه راك شفت 25 بيت خويا في الاخر ماشي كل عام. الله يبارك يعني تحس بلي هذا اللاعب هذا عنده امكانيات كبيره، ماهيش ما ماركاش 12 ولا 15 ولا 25 وكنت بريمير راني تما اسبوع. بريمير راني اسبوع
صدير هذا كانت عنده اون مارج دو بروغريسيون في فريق يعني كان يقدر يروح بعيد يعني. انا شفنا اتصالات من مازالوا شوف انا تكلمت لا لا مازال صغير. ولا الحكي شحال عندك دوك في 22 زون 22 وانت عامل 22 زون وانا بلا ما لا تاجياس كان 22 زون مازال صغير. اسمعني خليني الشيخ نكمل لك واحد معليش، النقطه طبعاً. باش ما تعطينيش فكره. طبعاً. باللي كي عادوا يعيطوا لك على بالك تكون مع ماناجر على بالك تتشاور معاه. انت وحدك، انت كنت وحدك، انت ما كنت مع حتى ماناجر، كنت وحدك. واحد هو كثير كنت تعاود مع عمر غريب في المدرب. علاش يقول لك باللي الجوار يقدر ياخذ لو موفي شوا. انت تقدر تخمم في الجانب المالي، تقدر تروح ليكيب اللي عطاتك بزاف. صح. مي كي تكون مع الماناجر يقدر يقول لك باللي فوالا روحوا ليكيب فلانيه راك رايح تلعب سير مالك صغير بصح تلعب ما تديش دراهم بزاف. صح. دراهم ديرهم سكوندو ما ديرهمش هما اولويه. خاطر اللي كنت صغير انت في عمرك 19 سنه 20 سنه تبع الدراهم راحت عليك. صح. انا شفنا امثله كثيره الناس تبعت الدراهم وراحت حتى عطاو لهم الدراهم في الدوزيام ديفيزيون عطاو لهم الدراهم في لكن هاوليك ما كانش يتبع دراهم، كان يبحث على دقائق اللعب. قال لك انا غادرت المولوديه لانه كان يحوس على فرصه اللعب. انا اللي جاوبتك محمد، انا جاوبته وقلت له باللي انت كان لازمك ماناجر يتكلم معك من جانب بسيكولوجي. محمد اللاعب هذا عباك محمد انا نحس باللاعب باسكو خدمت راني معاه مده 12 ولا 13 سنه، راني معاه ونعرف في مرحله الميركاتو، نعرف الجوار كيفاش يكون، نعرف لي جوار ما يرقدوش الليل نعرفها بالضبط، نعرفها ونحس بهم باللي والله ما يرقد في خاصة الليل اللي يكون عنده عائله يعني هذاك هو مصدر رزقه الوحيد. بيان سير يخمم. ما راهيش سهل. علاش قلت لك في هذه اللحظات في اللحظات تاع لا بريسيون تاع الضغط تم اللي تقدر دير لو موفي شوا في الضغط. علاش قلت لك يكون مع ماناجر مرتاح. فاهم؟ نعطيك مثال في حاله ما اذا زعما الجوار باش يتكلم مع البريزيدون تاعو، اما كي يتكلم مع البريزيدون تاعو يتكلم معاه على اساس انه هو البريزيدون، مي انا كي اطونك ماناجر انا رايح باش نحمي اللاعب، باش نجيب حقوق اللاعب، انا ما راحش نتكلم معاه على اساس هو البريزيدون تاعي. فاهم؟ نتكلم معاه باللي انا نتكلم معاه شو كمحامي كافوكا، نتكلم معاه في حق اللاعب. فهمتني؟ هو ما يقدرش هو يكون يروح وحده يتكلم معك كمسؤول تاعو. والمسيرين يسهلوا لك المهمه فيما يخص كي تتعامل معهم مباشره. هل كاين مسيرين ربما اللي حسيت باللي حبوا يتحايلوا عليك او شوف محمد عباك هذا محمد هذا سيت ان ديبا اللي ما يتكلموش عليه بزاف في لي بلاطو. انت راك على بالك عليه وانا على بالي عليه. معليش امور غامضه. لا انا لو سكري دو ترافاي. مانيش لا بصراحه كيما كنا في كواليس مقبل كنا تحدثنا كنبلغ لك سلام هشام بوعد ولا في الانديه الاخرى. هل مثلا المسيرين كيتعامل معاهم كاين هذيك الثقه ولا كل فريق كاين محمد؟ شوف على بالك والله منظومه. لانه علاش نقول لك ثقه؟ لانه وين تكون الاموال كثير يكون المشاكل، يكون تحايل، يكونوا ضحايا لاعبين شباب، يكون طمع كبير. هذه واضحه معروفه. هذا هو الامر يكون نتكلموا عليه مصباح محمد. لهذا يخرجوا هذوك لي شامبيون الطفيليين هذاك لهذا يخرجوا عليه سا سكون ابال لارجون فاسيل. يجي ما يعرفوش، يجيب تليفون تاع دحلانه يا الو دحلان عندنا الاخر سي بون عندنا حسيني لك ارواح ديروا لنا حلو دراهم. هي قضيه فيتو مع واش دار علاقات ما دار والو. جا باش يدي دراهم يونيتي والله ما يعرفوا. بصح هو كي دار له هكذا محمد جاي يدي دراهم، ما جاش يسير له كارير، ما جاش يسير له المشوار تاعو. فهمتني محمد؟ جاي يدير 10%. اقسم بالله شوف انا راه عام مباشر راه كاين لاعبين عباك واش قالوا لي سيني لهم واحد من جويي تلاقيت به في جويي قال لي والله المناجر ما عيط لي من جويي لدركا. تاعي نورمال جي نخدم هكذا. اسمع لا واش تنصح؟ انا شوف انا محمد شوف محمد انا وين نزعف محمد وين نزعف. انا نحكيك على خدمتي. انا نزعف يقولوا هذا مناجر. انا هذا ما يمثلنيش محمد. انا هذا ماشي مناجر. انا هذا نسميه احتيال بطريقه منظمه ماشي قانونيه، منظمه يعني ما فاهم محمد. تي هذه ريبريزونتيني يا مناجر. انا شيخ محمد هذا بلا كلمه انا ما نخدم حتى خدمه الا مناجر محمد. انا عندي الخميس الجمعه والسبت نشوف. راك صحفي في جهه اخرى ربما؟ لا 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 صعب علاش قلت لك. محمد انا خدمتي هذه هي.
انا نروح سيبرفيزي لي جوار، انا نروح نشوف لي جوار ونروح نشوف لي جوار تاعي، نروح اشاك فوا محمد على بالو نروح انا كل خميس جمعه 6 كاني في الصاد، هذه يكون لك هذه هذا انا نحكي لك ما بعد لا سيناتير محمد، ما بعد ماشي كيما هذا السيد اللي يقول لك عليه بلي ماناجر دراهم وراه ما جاش تشوفه مجوي ما شافوش جوي، انت تقول لي هذا ماناجر داني، ما داكش ماناجر داك واحد ليس مناطق. قدام داك واحد خويا. شوف انا ندافع على مناجر، انا شوف كاين مناجر شرفاء، كاين ناس اسمعني انا كاين ناس تخدم بطريقه كيما انا طريقه قانونيه طريقه احترافيه، ناس ما ناس تاعهم وشان ناس عندها علاقات مليحه مع لي بريزيدون، عندها علاقات مع اللاعبين، ما تاكلش اللاعب، انا نعرف نقول لك بلي الناس هما اللي يزيدوا دراهم اللاعبين. شكون افضل لاعبين تعاملت معاهم؟ كاين بزاف اللي سهل يعني كان التعامل معاه سهل سهل يعني كيف سهل من ناحيه الخلاص ولا من ناحيه الاموال كما قلت؟ من ناحيه الاموال اللي تعاملت معاهم كاع خلصوني والله كاع نبداك كان يزيد نبداك من القايه خلصني ماغريا راح ماغايا خلصني 3 سنين ويخلص فيا، العريبي خلصني واحد 7 سنين، دباري خلصني، معزوزي خلصني، فريوي خلصني، كاع خلصوني ما عنديش اشكال مع حتى واحد الحمد لله الحمد لله. كاين اللي يزيد هدايا فوق نعم يزيد لك فوق الخلاص يزيدوها هاو من دار كريستيانو شرا له جزيره. اسمع كاينين لاعبين انا نقول لك تلمو اللي نوقف معاه يعني جوسكا اون اني زعما ندير لك حاجه محمد. شكون اللي ما خلصكش؟ ما كاش ما كاش والله شوف اللاعبين هذا واعرف القانون روح انا روح مليح خالد ما خافش عليك خالد سطيل. بدر الدين كانت عندك مقبل اضافه قبل ما يعاود ياخذ لك خالد الكلمه، واش كنت تحكي؟ ديك سما اللاعب لو كان اللاعب واحد كيكون صغير يخمم على خدمته سما لوبجيكتيف تاعو التيران كيفاش يوطريني كيفاش ما يخممش كوتي تاع الاداره. باغ اكزومبل حنايا انا كي كنت في مولوديه ولا بزاف روح الاداره روح اعاره من هنايا اعاره من عباك تلفات لي طيب واحد طروزي كيف وانا لا ماناجر لا والو. هذا ماشي خدمتك خدمه ماناجر هو اللي يجيب لك خدمه ماناجر هذه يعيطوا لي بيرو كي كانوا لي بريزيدون من قبل ديجا ناسيت في مولوديه رحت ستاج تونس لابولون لا توليت لقيت روحي قريب سنيت في بلعباس بري نهار الاخر تاع البري شفيت لها ومن بعد عاود توليت الحمد لله الشعب وقف معايا شغل الشعب انا ندير لك شغل هو الماناجر تاعي باسكو يحبوني الحمد لله. عاود توليت سماك شغل نتبرتير كاع نولي نخاف على روحي. باغ اكزومبل عامين انا فوت عامين في مولوديه لحقت 3 سنين انا عندي كونطا 4 سنين فوتنا الصيف كي لحقت بيباسيون شغل لقيت روحي في ترونسفير هذيك ما باليش شو يقولوا له ترونسفير ماركت ماشي ترونسفير ماركت زعما الله يزيدو ترونسفير الله ليبيري مثلا ما فهمت والو يحبوا يقترحوك اعاره انت هذا. وانا لحقت لا ليسونس تاعي كانت هذاك هو لحقت زعما سينيور زعما شغل انا جيت مولوديه كانت ليسونس تاعي مازال اسبوار والعام هذاك سينيور سماك شغل باش تشوف نورمالمون العام هذاك مورا بروميير اني تاعي سينيور قالوا لي شغل يا تشيك ورطك يا تسمح في حقك يا لكن الحلال هي الاعاره ماهيش عيب، احنا برك فقط في الجزائر ما عندناش ثقافه انا كي قالوا لي اعاره شغل انا جيت بيرتوربيت عامين وانا يقولوا لي اعاره قلت له خويا معليش نسمح لك في عامين عطيني كوارتي عطيني واش خدمت والسلام عليكم. انت كي موديت هكذا كنت ضامن كونتاكت قبل ما تدير ما كنتش ضامن شغل تالمو تبيرتيربيت كنت وحدي فهمتني كيف شيخ سما هنا دوك كان غير خويا الكبير هكذا يجي. انا واش حاب يقول لك لو كان عندك ماناجر ربما كانت ما تاخذش هذاك القرار حتى يكون عندك البديل يكون عندك دي شوا تخير. السبب في مغادرتك المولوديه هل كنت ضحيه تغير الاداره؟ كيما تقول هكذا كانوا عباد فيها شغل كيما نفهمها لك انا بالك كاين عباد يقول زعما هذا جابو ميخازني زعما انتقم منه هذا جابو هذا شغل كانوا سمعوا كثير هذا فهمت كيف؟ اوكي انا شغل جيت على اساس مع بريزيدون ديريكت سمعك شغل يجوا يقول لك هذا منا جابو هذا جابو هذا في مولوديه هكذا تمشي عامين وانا نسمع فيها الهضره هذه جابو هذا يا ليكيدي كيما هادي يقولوا كيف صارت لي مولوديه. دوك نحكي لك على ماناجر تاع روحي انا شاف انا نقول لك اش راح انا درت انا ماناجر تاع روحي نقول لك اش راح سي ار بي بري رايا على اساس كان لي ماناجر كانوا يعيطوا لي كنت راح نسيني في البرج
كنت حنسيني في البرج، طلعت عند بريزيدون، كان بريزيدون تما ما نقولوش اسمه. كي رحت عنده كانت عندي مستحقات معاه، كنت رايح فاكونس. باش نحكي لك هذه لك لانيكدوت هذه شغل ما تصراش كاع في ليستوار هذه. كي رحت انا تما ندي المستحقات تاعي محمد، تلاقيت بين تما كاين واحد لي ريبريزونطون تاع الكلوب تاع السي ار بي، هما السي ار بي. غير ريحت قلت له انا كيفاش نسال هاد لي موا تاعي، سما عطيني شهر هذه في مولوديه باش نروح. مولودية. كنت كان عندي كونطرا باش السي ار بي نروح، باش نروح للسي ار بي. نقول لك كاش رحت السي ار بي، ما كان لي ما جاني والو شيخ، بس تسمعني مليح هاد الحكايه. يا كي رحت قلت له عطيني المستحقات تاعي باش نروح فاكونس. سي بون، لقيت لي ريبريزونطون تاع الكلوب هذاك، وانايا كنت جافي دي ديسكوسيون مع البريزيدون هذاك الوقت باللي شغل انايا خلاص جون في مولوديه جون انايا خلاص كرهت هذه جون تاع مولوديه كرهت. جافي دي ديسكوسيون هكا افونسي مع البريزيدون باش نروح بو امبورت. كي لحقت تما سور بلاص مع الشيخ نهضر مع البريزيدون ما نقولكش اسمه، قال لي يا ودي هم لك لي ريبريزونطون قالوا لي اوني انتريسي. انا قلت له سما لا سما مانيش حايب نروح بري، سما الا تليبيروني السي ار بي نسيني كونطرا تاعي نورمال، ونقول لك زعما لي زانكونفينيون تاع البري في الجزائر سورتو. كي رحت قالوا لي هم لك لي ريبريزونطون يسون انتريسي. قال لي انا باش تدي كوارتك نحيها من بالك ا مومون دوني شغل حتى ملي نروح للسي ار بي بري سما شغل جافي با لو شوا ما نروحش نديش كوارتي ما يعطيهم ليش باسكو على بالي الشعب قاعد يدور عليه. ماما قال لي لك روح السي ار بي بري. انا كي خممت جيتي امبيسيو، واش قلت انايا ندير اون بون سيزون في السي ار بي نعاود نولي نقول لك الاعاره نتا نقول لك على الشيخ ماشي عيب، هي ماشي عيب كاع نورمال في او نيفو انترناسيونال دوك يديروا البري نورمال، بصح انا كي رحت السي ار بي بري بون كاين بزاف لي بروبليم صراحه ما نحكي لك هكا هذا مشكل صغير. كي رحت البري واش يقولوا لي بديت لي زونطرينمون محمد انا نطريني صافا بريباراسيون صافا سافونس. المشكل وشنو؟ قالوا لي كيفاش انت حبيت تجي دير عندنا اسم وتروح تلعب في مولوديه. سما انايا جي سوي بون يا محمد دوك انا واش راح ندير؟ انا مولوديه اوبليجي ديجا هم تفاهموا باش نجي بري تاع عام اوكي اكسبتيت نروح للسي ار بي. والله ما نكذب عليك هذه سي ستار فري، وكاين لي جوار بزاف يقدروا يتلاقى بهم لي جوار تاعك يقولوها لك. كي رحت للسي ار بي جابوك بري نو وهما ومن بعد واش بصح ماشي ومن بعد لادمينستراسيون ماشي واحد او كاين دي ريبريزونطون كاين بي تاع لادمينستراسيون على هذا كاين كما كان يقول لك لادمينستراسيون كاين زعما هكا زعما بدينا لا سيزون بريمي ماتش دو ماتش ماشي كونفوكي كيف زعما حوس نفهموا علاش تلعب قالوا لي كيفاش محمد تولي تلعب في تبان في السي ار بي. ومن بعد زعما لي بروفيتيو كاع في هذه ليستوار تاعي انايا مولوديه نروح عندهم واجد اجي كون جي باسي هكا كي راني حاشاك ميرديك هكا ما درنا والو. على جل هذه انيكدوت كيما كاش ماناجر، انا كنت ماناجر تاع روحي، انا نيغوسيت السالير تاعي نيغوسيت لاني نيغوسيت ما كان ماناجر انا راك عاجبني كي تقول لي ماناجر تاع روحي والله غير ماناجر تاع روحي ما كاش ماناجر. ماشي ماناجر تاع روحك قال انا نيغوسيت ماشي ماناجر تاع روحي. نو مي بصح لا هي الاشكاليه وشنو كي ما يكونش عندك ماناجر ما تكونش اونكادري ما على بالكش لي شو نديهم. تربط الماناجر انه راح ينيغوسي لك ولا يجيب لك نو بصح هذه خدمته دوك انا انت كيما دوكا واش راك تقول لنا انت تقعد مع الماناجر تاعك تحكيو على ايكيب زعما وين تقدر تكون وين تقدر تلعب وين لو بروجي تاعهم الي انتريسون تاعكم جون تقدر هنايا تلعب بيان عندك لي طون جو عندك ما عندكش بزاف لي كونكورون كيما شيخ انت تعرف ما عندكش الاسماوات بزاف لا ستابيليتي اكزاكتومون. نعطيك اكزومبل انا دائما رونوبلي لي جوار تاعي في ليزيكيب تاعهم انا ما نحبش ندي خلاص عامين نروح نديه انا كيما يديروا الاخر نحب لا ستابيليتي الجوار راهم مليح هو يلعب وراه تيتيلر ويخلص علاش راح نبدلو سارت هذه ما تقدرش تبدلو كاع. اذا قبل ان نواصل الحدث اليوم اولا هو احتفال نادي مولودية الجزائر وأنصاره بالذكرى 101 لتأسيس هذا الفريق العريق. الحفل كان أمس من طرف النادي الهاوي في مركز المؤتمرات الدولية بالجزائر أين تم تكريم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال هذا الحفل وعديد من الوجوه التي كانت حاضرة، عدة وجوه سياسية ورياضية بارزة سجلت حضورها في هذا الحفل الخاص بنادي مولودية الجزائر في احتفالاته كما قلت أين تم تكريم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من طرف النادي الهاوي لمولودية الجزائر نظير منح الفريق العاصمي حق تسيير ملعب الدويرة مباشرة بعد نهاية الأشغال به، وهذا اعترافا
اعترافا كما قلت من رئيس الجمهورية بقيمة النادي وسمعته وطنيا وحتى عربيا وقاريا. التكريم الذي صادف أيضا احتفالات الذكرى المئوية لميلاد النادي، وهي الاحتفالات التي تأجلت الموسم الماضي بمناسبة المئوية بسبب انتشار جائحة كورونا، شهد إذن أو أجري في قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بحضور مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، بالإضافة إلى وزير المجاهدين وزير الصيد البحري، بالإضافة إلى المدير العام لشركة سوناتراك ورئيس الفاظ جهيد أسفيزف. الزميل جمال الدور كان في حضر الموعد وعاد بالتصريحات التالية. فلكش درنا المئويه بعام، يعني في لازم كنا نديرها في 2021، ما يخفى لكمش مع الكوفيد 19 اللي كان عندنا، دوك اجلناها الى 6 اوت 2022 باش نديروا هذا المحفل. المحفل كافي، ما قلنا هذه المئويه ما تروحش مرور الكرام، وحنا مكتب تنفيذي ورئيس والجمعيه العامه والشعب مولت الجزائر قلنا باش نشكروا الاهداء اللي عطاونا لتسيير ملعب دويره لرئيس الجمهوريه، من الواجب تاعنا باش نكرموه وعطينا له هديه للشكر والاعتراف لرئيس الجمهوريه اللي خمم في الفريق وخمم في اول اوتي دو ترافاي ملعب لمولت الجزائر. ان شاء الله يكون هذا الملعب فيه الانجازات الكبرى لمولت الجزائر. Très content d'être parmi la famille mouloudienne pour fêter le 100e anniversaire du club, et on le souhaite encore beaucoup plus de succès à l'avenir Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. دي مبادرة كما قال له حاجة جميلة، حاجة كما قلت تكلم الشمل، حاجة اللي باش وراو المولودية باللي هذا فريق عريق وفريق عنده كما نقولوا احنا تاريخ، والحمد لله كما نقولوا احنا لانيفرسير هذه تاع السنتينار هذا الفريق هذا المولودية يستاهل اكثر. الفريق هذا فريق تاع القاب، فريق تاع عنده تاريخ كبير. نتمنوا ان شاء الله لي زاني ان شاء الله فروشا اللي راهم جايين ان شاء الله يكونوا القاب، راهم كاينين كما احنا نقولوا سي رئيس التركي والحاج رجب ان شاء الله. وحنا فرحانين، مولودية يسمى يمانا وكبرنا معاها وجدودنا كانوا معاها، والمولودية التاريخ تاعها كي تهضر على تاريخ المولودية هضر على تاريخ الجزائر، والتاريخ تاع المولودية يشرف كاع الجزائريين. والمولودية ماشي نادي حي ولا نادي بلاد، ولا هي الوطن كامل، تمثل من الوطن. بمناسبة هذا الاحتفالية، احتفالية المئوية لمولودية الجزائر، نقول لهم إن شاء الله المزيد من التألق والنجاح يا رب العالمين. وهذا الفريق تاعي يعني التحقت به في عام 1996، وكنت أنا أول من فتح فرع الإناث، لأنه حتى 96 كان هناك غير فرع الرجال. نعم، مع جواد الله يرحمه، وحليش الأب تاع حليش هو اللي كان مناجر فريق الجودو. فالحمد لله يعني الآن فريق مولودية الجزائر للجودو ما بين الفرق الكبيرة في الجودو، كذلك بصفة عامة هو فريق خزان المنتخبات الوطنية، يعني يمد الكثير. إذن كانت هذه التصريحات التي جمع زميل جمال الدور رئيس الفريق إذن حاجر جم كان له والآخر تهنئة لجميع أنصار ومحبي نادي مولودية الجزائر بمناسبة احتفال الفريق بالذكرى 101 لتأسيسه، وكان له هذا التصريح عبر الصفحة الرسمية للفريق. 7 من شهر أوت 1921 هو يوم نحتفل فيه نحن أنصار وعشاق ومحبي مولودية الجزائر كل سنة، ذكرى عزيزة على قلوبنا، ذكرى تأسيس هذا الكيان الذي كان قبل 100 عام، بداية تأسيس مولودية الإسلامية الشعبية الجزائرية. ولذلك كان لزام علينا أن نحيي هذه الذكرى ونحتفل بها كل موسم، كيف لا وهي تاريخ تأسيس المولودية الجزائر الذي يعتبر أكثر من مجرد نادي،
مر عليه العديد من الشخصيات والأسماء المحترمة، سواء الذين أسسوه أو الذين تولوا حمل المشعل بعد الاستقلال. قادوه سنوات متعاقبة، بذلوا جهودا معتبرة، دافعوا عنه وعن سمعته حتى يبقى شعلة منيرة دائما. ونحن اليوم نستلم المشعل ونسعى لتكون عند حسن الثقة عشاق نادينا، وسنعمل جاهدين على إعادة بريقه حتى يكون في مكانه الطبيعي بين كبار. هذا ما يأمله أنصار هذا الفريق. محمد لكحل، كلمة ربما بهذه المناسبة، 100 عام من تاريخ مولودية الجزائر. 100 عام محمد، 100 عام تاريخ، عراقة، شعبية، كل شيء، فريق كبير. لكن للأسف يعني تبقى النقطة السوداء هو غياب الألقاب محمد. بصراحة يعني شيء مؤسف جدا. فريق يعني منذ 2010 لم يتوج بلقب البطولة، منذ 2017 لم يتوج بكأس 2016 لم يتوج بكأس الجمهورية. جمهور المولودية أصبح قلق جدا محمد صراحة. اليوم يعني نشوفوا حتى الاحتفالات، رغم أنهم يعني يحتفلوا بالذكرى 101 وأنا نهنيهم بالمناسبة هذه، إلا أنهم تحس محمد كما يقولوا الطعام بدون ملح. يعني حبوا خاصة الموسم الفارط في ذكرى المئوية، كانوا حابين لو أنه يعني الفريق احتفالات ب 100 سنة يتزامن مع الفوز بلقب. اليوم الأنصار تاع المولودية أصبحوا يعني كما يقولوا يستناو عام ورا عام، يأملون عودة مولودية الألقاب. نلاحظوا أنه محمد يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال تواصلنا مع بعض الأنصار أنهم هذا العام راهم بعد الانتدابات النوعية اللي قامت بها الإدارة، بعد التحضيرات اللي راه يدير فيها الفريق في تركيا، يتفائلوا انه يعني يكون العام 101 هو موسم عوده مولوديه الالقاب، خاصه يعني في ظل اصرار الاداره ومن خلال عقد المدرب البوسني هدرا بيزيتش على عوده الى الالقاب. اليوم يعني كنت تكلمت مع الرئيس حجر جم شخصيا، اكد لي انه اليوم دار عقد اهداف للمدرب هذا، شرط عليه يا اما اللعب على اللقب والا المرتبه الثانيه والمشاركه الموسم المقبل في رابطه الابطال في اسوء الحالات. بخصوص يعني الاحتفالات محمد، انا نظن يعني الاحتفالات راح تكون كبيره يوم 20 اوت، لانه الفريق في مفاوضات رسميه مع الاتحاد الفلسطيني لكره القدم. الرئيس رجوب كان رد ايجابا، واكد انه المنتخب الاول الفلسطيني مستعد باش يجي للجزائر يشارك مولوديه الجزائر احتفالات، يعني من اجل تاكيد العلاقات القويه بين الشعبين الجزائري والفلسطيني، خاصة في ظل الظروف اللي تعيشها غزة يعني، ونترحموا على الشهداء تاعنا في ظل العدوان الإسرائيلي هذه الأيام. الحجر جم اليوم كان أكد أيضا محمد في تصريح آخر، أكد أنه المقابلة بنسبة كبيرة بملعب رويبة بعد موافقة السلطات المحلية، لكنه يسعى إلى نقل المباراة إلى ملعب أكبر حتى يكون الحدث أكبر. 5 جويلية مش ممكن محمد، هو يقول يعني في التصريح تاعو أنه إما ملعب شاكير لو توافق السلطات، أو ممكن حتى ينقل المباراة إلى ملعب وهران، لأننا نعرفوا أن أنصار المولودية يحبوا المدينة هذه كثير، عندهم علاقات قوية معها منذ سنة 99، ويعني ما راحش يعارضوا ويكونوا يعني يتنقلوا بقوة. الآن كل شيء ممكن يعني في المباراة هذه، وهذه هي اللي راح تكون، خاصة أنه يعني يوم 20 أوت محمد ذكرى عزيزة على الشعب الجزائري أيضا. صحيح. راح تكون فيه يعني احتفالات كبيرة بحول الله لو ترسم المباراة هذه 100%. نعم. دحلال أنت كانت لك تجربة عامين، وبرامكي أيضا كانت له تجربة في الفئات الشبانية في المولودية. كلمة ربما لاحتفالات الفريق وحاجة الأولى نقول لهم عيد ميلاد سعيد على 101 هذا. ان شاء الله كما قال المولوديه ان شاء الله تولي كما يقول محمد، ان شاء الله يولوا الالقاب وان شاء الله يلعبوا التيت، باسكو الشعب هذا يستاهل كل خير. الشعب تاعهم تاع المولوديه شغل اللي يحبوا ليكيب تاعهم. كاين واحد العام حنا خسرنا في عين مليله، جاو عندنا الله يربو، كاين عباد كانوا يبكوا شغل كاين واحد الشعور شغل في الدم، تعلق بالفريق. فهمت كيفاش؟ شغل انا شفتو يبكي شغل بيزار، حنا شغل خسرنا ومنايا كذا يبكي واحد السيبورتر يبكي باش تشوف الحب الفارغ كيفاش يحبوهم. وان شاء الله يولوا كما قال لك محمد، ان شاء الله تيت العام هذا ولا يلعبوا دوزيام ولا طاوزيام، ان شاء الله نشوفوهم في لافريك. كوب دافريك ان شاء الله يعني. نشوف بون دابور طونك سيبورتر تاع مولودية ان شاء الله يحققوا الالقاب تو دابور،
وان شاء الله مام يدوا الكلوب هذا اون اوت ديمونسيون داير راهم ريكروتاو لي جوار راهم ريكروتاو بيرسونيل بيان سافا كيما محمد ميخازني تسمى يقدر يدي الكلوب هذا اون ديمونسيون ويلعبوا لي تيتر ويفرحوا سورتو الشعب باسكو الشعب الميريت هو الصح. باسكو تشوف لي سيبورتور تاع مولوديه في حومتك في حومتي اللي تعرفهم اللي جا مساكن كي يخسروا ما ياكلوش ما يقدرش ياكلوا تقول لي دونك الميريت ما تعلق شديد بالفريق. خالد 101 من الوجود، فريق عريق وفريق كبير جدا، عنده الملايين تاع الجمهور تاعو. كما قال لك خويا محمد، قال لك فريق هذا صح يستاهل الالقاب، يعني قاعده جماهيريه كبيره. يعني تحكي على مولوديه راك تحكي على دي ميليي دو سيبورتور بارتو، ماشي غير هنا في الجزائر. حقيقه فريق مولوديه فريق كبير فريق كبير بزاف، يعني فريق اللي اي لاعب يتمنى يكون في هذا الفريق. احنا بعد المسابقه نقول لهم عيد سعيد ان شاء الله، وان شاء الله ربي يوفقهم، وان شاء الله الالقاب لما لا. وهذا ما نتمناه، وان شاء الله توفيق وتخطيط جيد لكل الأندية وتنظيمها من كافة الجوانب، خاصة الأندية الكبرى التي يمكن أن تشرف الجزائر وتكون واجهة لكرة القدم المحلية بما فيها شباب القبائل، وفاق سطيف، شباب الوزداد، اتحاد العاصمة، مولودية وهران، شباب قسنطينة وغيرها من الأندية. إذن في المقابل اتحاد العاصمة الجار كان عاش موسما صعبا جدا بعد المشاكل التي حدثت مع المدرب المغربي جميل بن واحي الذي تم استبداله بالمدرب بوعلام شارف الذي عاد إلى التدريب بعد التجربة الأخيرة. أعتقد كانت في المولودية. لا، كان في المولودية بالعباس قبل المولودية. المولودية المفروض المولودية آخر فريق، كمدرب أصبح رئيسي، مدير رياضي، أصبح مدير رياضي في شباب بلوزداد، وكان في المديرية التقنية للمنتخب الوطني. لكن كمدرب رئيسي منذ تجربة المولودية عام 2015 إن لم تخني الذاكرة. لا 2014 2015 محمد في هذه لانه 2014 كان فريق توج بكاس الجمهوريه وكان استبعد حوالي 14 لاعب وقام بانتدابات في موسم 2014 2015. اذا كما قلنا اتحاد العاصمه عاش فتره صعبه جدا هذا الاسبوع. الرئيس السابق، رئيس تاريخي للفريق ورئيس النادي الهاوي سعيد عليق، كانت له امس على هامش احتفالات المولوديه اين كان احد الضيوف، وتحدث عن ما يحدث في اتحاد العاصمة في هذه التصريحات لميكروفون جمال أمدور. Ce qui se passe à l'USMA actuellement, c'est malheureux. C'est malheureux parce que l'USMA n'est pas de ce niveau-là. L'USMA, c'est un autre niveau. Ce qui s'est passé, j'espère qu'il ne va pas se renouveler et que les erreurs commises, il faut les corriger, il faut aller de l'avant. Moi, je lance un message simplement aux supporters. C'est leur demander de rester unis derrière leur équipe. Ça, c'est le plus important. On a assisté à beaucoup de choses entre supporters et tout. Maintenant, il faut oublier tout ça et se remobiliser, se solidariser et constituer un corps uni. Le mal, moi, je pense que d'abord au niveau du conseil d'administration, je trouve qu'il y a beaucoup de manquements au niveau du conseil d'administration, c'est-à-dire que des gens qui doivent prendre des décisions, il ne suffit pas d'être membre au conseil d'administration pour uniquement dire oui. Quand les choses vont mal, il faut savoir le dire. Il faut leur dire. J'espère que avec le nouveau PDG de Serport, à qui je souhaite beaucoup de succès, prennent en compte ce volet-là. J'espère que ça sera fait. هذا ما قاله سعيد عليق عن اتحاد العاصمة. وضعية صعبة عاشها الفريق، انتقد بشكل مباشر تكوين مجلس الإدارة، قال فيه نقص واضح من الكفاءات من رجال في إدارة الفريق. شوف محمد، يعني احنا الحاجة الظاهرة الجديدة في كرة القدم الجزائرية أنه وين يكون الشركات يكون المشاكل. ارتبط المشاكل كلها بفريق الشركات. ما عدا الثورة وشباب بالوزداد. ما عدا الثورة بالوزداد، حتى بالوزداد محمد في الموسم الأولى كان مشاكل وإقالة سعيد عليق. كل موسم كانت انتقادات إقالة سعيد عليق وقبلها نعم كانت فيه مشاكل. يعني الآن ارتبطت المشاكل. احنا نورمالمون نشوفوا المشاكل في الفرق اللي تعاني، الفرق اللي ما عندهاش شركات ما عندهاش أموال. نشوفوا يعني هذه الفرق بنسبة أقل استقرار.
مشكل اتحاد العاصمه انه المشاكل محمد جاء في وقت غير مناسب تماما. لما انت تشوف فتره حساسه جدا محمد، يعني لما تحكي مع اي تقني يعرف كره القدم يقول لك يعني اهم يعني نجاح الموسم مرتبط بنجاح الست اسابيع الاخيره قبل انطلاق المنافسه. لما يجيك مشكل كما هذا، تغير المدرب، تقسم المجموعه، لاعبين، بيانات، اضرابات، الغاء تربص في اخر لحظه، اكيد ياثر على اتحاد العاصمه محمد. اليوم من المسؤول؟ سعيد علي يقول انه طريقه تعيين مجلس الاداره. السؤال الاخر، من كان وراء تعيين ساربور؟ هل يعني ما زالت نفس المشكل اللي كان في مولوديه الجزائر قبلها في بلوزداد، يعينوا ناس محمد لا علاقه لهم يعني سواء بكره القدم او ناس كبار بعد على تسيير الشركات وبعد على منذ سنوات، يعني ناس راهي بعيده على محيط كره القدم. اليوم انا نظن محمد يعني رايي الشخصي مشكل اتحاد العاصمه انه الاداره ما عرفتش تحل المشكل من البدايه، خلته تتفاقم. لانه يعني لو تسال اي واحد يقول لك يعني كانت فيه مشاكل بين بعض اللاعبين المسرعين والمدرب بن واحي من البدايه. لو يعني اداره الاتحاد ضربت بيد من حديد من البدايه ما كناش نوصلوا للنقطه هذه تاع الاقالات والاستقالات. اليوم المدرب بن واحي مشى، انا نتمنى ان شاء الله يكونوا اللاعبين على قدر المسؤوليه، يعني يقدروا الوان اتحاد العاصمه ويعني يراعوا اولا يراعوا المصلحه تاع الفريق، يقدروا الوان اتحاد العاصمه ويراعوا مصلحه الفريق اللي المدرب مشى وهذه سنه الحياه. اليوم جا مدرب جديد رهان اخر، لازم يكونوا يعني اليد في اليد ويسهلوا الامور للمدرب شارف، لانه ليس من السهل محمد قبل 26 يعني قبل يوم 26 اول جوله باش المدرب شارف يعاود يحضر الفريق ويعاود يبني مجموعه اخرى، لان هذه الان الكره في يد الجميع في يد الاتحاد، لازم يوضع اليد في اليد من اجل الخروج من هذه الفتره الصعبه. وهذا ما نتمناه ايضا لهذا الفريق العريق، نتمنى ان تكون سحابه عابره. لم يتبقى الوقت الكثير، ربما حوالي ثلث دقائق يشير لي المخرج. فيما يخص ربما موضوعنا اليوم حمايه اللاعبين والمناجره، وكانت قضيه طفت الى السطح ستاخذ ابعاد كبيره جدا، هي قضيه انتقال لاعب عبد الرؤوف بن غيث من مولوديه الجزائر الى الرجاء البيضاوي المغربي. كشف العقد في وسائل التواصل الاجتماعي، المولوديه اتصلت بمحامي تونسي ليدافع عن حقوق الفريق بما انه كان هناك ثلث اختلالات في خروقات يتحدثوا انه لازم كلمه الجي ما تكونش بالسياله والتاريخ ما كانش بالداتور هكذا. صحيح. يعني كانت ثلاث خروقات. هذه امور قانونيه خالد الشطيبي؟ المهم هذا وريت لي الكونترا ولا وريت لي بالستيلو لوفر. انا قلت انا ماما ما تكتبش بالستيلو هذا اللوفر هذا نورمالمون حسب العلم اللي عندي. الملحق العقد ماشي لا ماشي ملحق، ما هو هذا طارو لوفر هذا لوفر داكور لوفر تاع تونس. نظن محمد انا هذا الطرق القانونيه هذا ما يفصل فيها الا محامي اللاعب ومحامي الفريق. هذاك هما دوك يروحوا لافيفا هما اللي يعرفوا الاجراءات اللي ياخذوها. انا حسب علمي اللي عندي انه دار كلوز، دار كيفاش نقول كلوز يعني بوند في العقد تاعو انه يسمح له يجي. هذه معروفه يعني عاديه، كاين بزاف لاعبين اللي يجي سنين يقول لك. لكن هنا يقول لك هنا الخلل راهو كاين ان جو دو مو خالد، هل يسرح ام يسمح له بالرحيل؟ يسمح يعني لازم يعلم الفريق ويتفاوض، ام يسرح مباشره في حال وصول العرض؟ هنا تختلف، لانه لهذا لازم تكون الكلمات دقيقه. هنا نشوفوا دور المناجر. هنا انا لازمك دير ان افوكا اللي يكون مختص في لافيفا. فهمتني محمد؟ واضح. هنا انت تكلمت لي يعني على واش كتب المناجر واش كتب. لا ماشي على المناجر، الاشكال الاخر ماشي مناجر، هذه لازم يشوف نافوكا يعني يشوف واحد. هي الامور الان راهي في اعلى مستوى بين ادارتي الفريقين. بهذا اذا مشاهدينا نكون قد وصلنا الى الختام. خالد الشطيبي نشكرك على الحضور معنا المناجر. الله يسلمك، وانا صافي بليزير. محمد خويا عندي بزاف ما شفتوش اللاعبين كذلك. عندي حبيت نقول برك نسلم على احبابنا واصحابنا. عندنا مشروع راح نديروه تاع نديروا مكتب فيه وكلاء اللاعبين يعني بطريقه احترافيه وكاع. ان شاء الله قلت لك عندنا حوايج بزاف في الخارج. ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله ربي ان شاء الله بالتوفيق. محمد نشكرك على الحضور. نشكرك محمد على الدعوه. والله صافي بليزير لي انا مسرور جدا بوجودي مع لاعبين سابقين شبان في مولوديه الجزائر، سبق لي اني تعاملت معهم. سعيد بوجود يعني المناجر خالد الشطيبي وبوجودك انت محمد، لان انا بزاف ما تلاقيناش. وبارك الله فيك على الدعوه محمد. شكرا لك محمد. امين برمكي نشكرك على الحضور. مشكورين انتم ثاني، وسيتي ان بليزير ديتر بارمي فو.
سيتي اون اغريابل سواغي ونتلاقاو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظك. بدر الدين دحلال نشكرك انت ايضا. نشكرك خويا محمد على الدعوه ديال الاستقبال وصافي بليزي كان معنا الشيخ ومحمد اللاعب هذا ان شاء الله كما قالت نتلاقاو في الخير ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق اذا في مشواركما المستقبلي. ما زال امامكما الكثير لتقدمانه في كره القدم. انتم ايضا مشاهدينا اشكركم على طيب الاصغاء والمتابعه. ابقوا اوفياء لبرامج الشروق. في امان الله.